حته الميديا باينج، وازاي اختار الشخص المناسب اللي يقدر يساعدني في الحاجه دي. اغلب سوق الديجيتال في مصر بيبالغوا شويه، لازم تحترم المنافس بتاعك، لازم تحترم المنافس بتاعك. ايه المعيار بتاعي ان اختار المنتج ده انه ينفع اشتغل فيه اونلاين ولا لا؟ ليه؟ لان صناعه الميديا باينج اصلا قايمه على الفولو اب مش على الكريشن. فانت كبزنس اونر لازم تحط مؤشر اداء عادل عشان تعرف تحاسب كل يوم تقرا تقاريرك. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قصه براند. طبعا احنا عارفين البودكاست بتاعتنا بتهتم بالقصص الملهمه والمؤثره، سواء كانت قصه براند او قصه براند شخص اثر في المجتمع وعنده كتير يضيفه لنا. ضيفنا صاحب قصة ملهمة ومؤثرة جامدة جدا، وهتضيف لنا كتير من الخبرات والمهارات بتاعته، لأنه حد بدأ من الصفر وبدأ في مجالات مختلفة كتير جدا، منها في التصنيع والإي كوميرس وحاجات كتيرة. فهنستفاد كتير بإذن الله النهاردة، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة وشيقة. تابعونا. مصعب، ازيك؟ الحمد لله، الأخبار كله تمام. منورنا النهاردة، ويعني متشوقين بقى ان احنا نعرف اكتر عن يعني شغلك وعن البيزنس بتاعك. طبعا انت من رواد الاعمال المؤثرين اللي احنا محتاجين ان احنا نتعلم منهم ونفهم منهم، ونساعد الناس اللي عايزه تبدا في المجالات اللي زي اللي انت بتشتغل فيها، مجال الاي كوميرس. وعايزين نعرف الرحله بتاعتك ونستفيد منها باذن الله النهارده. انا مبسوط ان انا معاك النهارده، وان شاء الله نطلع حاجه كويسه باذن الله تعالى. احكي لنا كده بقى عن مصعب، يعني عايزين نتعرف عليك كده في البدايه. خريج ايه؟ بدات ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ انا خريج تجاره، شعبة اداره اعمال. حلو قوي. بدات بيزنس بدري شويه، حتى من قبل ما اخش الكليه يعني. يعني ممكن نفتكر ثالثه ثانوي تقريبا. كان كنت بدات بيزنس صغير، كان معايا، كنت دخلت جمعيه تقريبا وقبضت حوالي بدري قوي. بالظبط. قبضت حوالي 2000 جنيه. كان معايا شنطه المدرسه ساعتها. حلو. نزلت بيها السوق، رحت لحد يعني مستورد كبير، قلت له انا عايز ابدا في المجال دوت، وابدا ازاي وكده. فوصف لي حد في الموسكي، رحت له، فقلت له انا معايا 2000 جنيه وعايز افتح مشروع. ساعتها خدت المكان ده تقريبا يعني حوالي نص متر في 3 متر، يعني انت لو وقفت جواه ما تعرفش تقفل الباب. حاجه صغيره جدا. المهم المكان ده اخدته. نزلت كنت اخدته، كان حوالي ب 200 جنيه في الشهر تقريبا ايجار. نزلت السوق، رحت التاجر الكبير، مستورد كبير. طبعا اغلب المستوردين اذا بتروح تجيب منه شغل بتاخد ابواب مقفوله. فانا قلت له انا مصعب وعايز اعمل محل زي بتاع حضرتك كده، بس على صغير. طبعا الموضوع كان بالنسبه له ايه، كان فيه وضوح شديد وصراحه شديده. بالظبط. هو كان فرحان ان هو ايه، ان انا شاب صغير في السن دوت وايه، وبادئ اعمل الموضوع ده. يعني هو كان فيه مشكله صغيره، ان انا كل ما اروح اشتغل في حته مش راضيين يشغلوني. كل ما اروح اشتغل في حته ما كانش حد راضي يشغلني. فقلت بقى اشتغل بقى اي حاجه، وكنت خدت الجامعه دي ونزلت بقى. انت اصلا مش حابب ان انت تشتغل عند حد ولا اصلا؟ يعني اشتغلت كذا شهر في الحته بتاعت كنت از تكنيشن في الهاردوير والسوفت وير بتاع يعني تصليح الكمبيوترات والكلام ده. حلو. انا اصلا كنت يعني من الشباب الصغيرين في المنطقه اللي والدهم جاب لهم كمبيوتر بدري. جميل. يعني انا ممكن تتكلم في 5 ابتدائي اولى اعدادي كان عندي كمبيوتر. فكنت بقى ايام فلوبي ديسك، وايام بقى جاب لك اضافه سريعه في الموضوع. كنت اي حد بيحصل له اي حاجه في المنطقه يقول لك انا عايز مثلا انزل نسخه. عندك الحلول. كنت انا بقى بتعلم بقى انزل نسخه من ويندوز اكس بي وميلينيوم و98 والحاجات دي. خدنا فتره فيها يعني. المهم دخلنا في موضوع التجاره دوت. طبعا انا كنت بنزل مع والدي كتير والدي عنده مكان بيبيع فيه جلود وسفنج للصنايعيه وللناس اللي هي بتعمل فرش العربيات والحاجات ديت. فالمهم لما رحت للمستورد دوت قلت له انا عايز بقى ايه 5 متر من التوب دوت، و3 متر من التوب ده، و15 متر من التوب ده. طبعا الناس كلها وقعت تضحك عليا يعني. كميات قليله وسوق جمله ما بيتكلمش بالارقام دي خالص. اصلا انا معايا 2000 جنيه، الوضع صعب كده كتير جدا. اخد بيهم مثلا 10 تتواب ودول كده تمام يعني. حلو قوي. افتكر ان انا روحت مثلا بحوالي 50 توب. طبعا خليتهم ايه الناس اللي شغالين معايا، قلت لهم انا ممكن ادي الناس اللي معاك ده 10 جنيه، وايه كل 5 متر اللي فيهم لي على ايه، على كرتون. طبعا ايه كله كان بيضحك وبيعمل معايا الموضوع ده. انا فاكر ان انا ايه هم بيعملوا معايا عشان اديهم 10 جنيه. ما كنتش مركز ان هم بيعملوا ده معايا عشان خاطر يساعدوني يعني. حلو. المهم رحت المكان دوت، قمت جبت اللمبتين اللي هم الكبار اللي هي الليد ديت، وقمت حطيت التراسيت اللي طبعا على الحيطه كده، ما كانش فيه كرسي، قعدت على الارض. ده كده اول فرع ليك؟ ده اول مشروع، اول حاجه. ما شاء الله. بعدها بحوالي يعني ممكن تقول سنه ونص خدت مكان، كان محل حوالي 3 في 4. المكان حاجات ده صغيره يعني. يعني ممكن نستفاد من اللي انت بتقوله ده، ان انت البدايات كانت مش كامله،
بدايات كانت صغيره جدا. انا كنت فاكر انها تنين، بس هو طلع انت متخيل ان انا تمام انا جامد، بس يعني البدايات صغيره وده ما اثرش عليك في حاجه. كان عامل مساعد ولا كان حاجه متعبه؟ ما كانش عندي اوبشن تاني. حلو. احنا بابا كان شويه بيخلينا ان احنا ايه يعني somehow نجيب مصاريفنا يعني. حلو قوي. فهو انا عايز اجيب فلوس هل ده اثر بالايجاب ولا بالسلب؟ جاي لك بقى في الموضوع ده. فانا عايز اجيب فلوس ومحدش، ما هو انا لازم يعني ايه العمليه تمشي. كنت اخدت المحل بقى اللي هو بعده المحل دوت، كنت ببيع بقى مفارش، شماعات السفره، شماعات التن، الستاير، البلكونات، السوفت اللي بتفرش في الحمامات، ستاير البانيو، كفرات الغسالات، الحاجات دي. مش مجالات متنوعه قوي دي ولا؟ انا نزلت بقى جبت ثلاثه من كل حاجه. يعني انا نزلت جبت بفرش مكان. ايوه. فانا عايز ادير الحيطه. بس هو الطبيعي الحاجات دي بتتباع مع بعض صح كده في نفس المكان؟ بتيجي العروسه وبتيجي الست البيت قبل رمضان تقول لك انا عايزه ستاير بانيو، عايزه طعم حمام، عايزه مفرش سفره، عايزه سون يعني. بس فخدت بعدها المكان دوت، وكان برضو معايا مبلغ صغير وعايز افرش المكان دوت ما شاء الله. فلما نقلت المحل دوت وخدت الحاجه اللي في المكان اللي هو نص متر في 3 متر ده، ما بقيتش حاطط لي حاجه على الحيطه، ما فيش المكان فاضي خالص يعني. مهما عملت، حتى جبت بنك اللي هم بيقيسوا عليه دوت، حطيته في نص المحل عشان يظهر المحل، ما فيش. مهم بدور بقى على اي حاجه تيجي بسعر قليل وحاجات كتير. نزلت السوق، قعدت الف كتير، لقيت الورد الصناعي اللي هو بتعمل بوكيهات الورد والحاجات اللي هي يعني كل البنات بيستخدموها في بيوتهم دي. فكان معايا مثلا 2000 جنيه، نزلت جبت شغل، جبت عربيه شغل. وبقيت بقى جبت الفل ده، قطعته وقمت مرشقه في المحل كله، وقمت عامل بقى المحل بقى ورد. اشتغلت في حته الورد برضه. فبقى ايه، انا كنت طبعا اتعلمت كتير في الورد ده كتير يعني. في حته بقى دي كانت بدايتي في التصنيع بقى. لحد النقطه اللي احنا فيها دي انت ما اشتغلتش عند حد؟ لا، اشتغلت شغل خاص بس. لا، اشتغلت فتره حوالي 6 شهور عند حد كان بيجمع عارف الكيسه اللي هي الكيسه البي سي، كان بيجيب الكيسز ديت يعني ايه. انت بتجمع الكومبوننتس بتاعتها كلها، بتقفلها وتبرشمها وتقوم مركب بقى المذر بوردز والحاجات ديت، وكان بيوردها هو عارف انت ساعتها كانت سايبرز واماكن النت والكلام دي، كنا احنا بنورد لهم اجهزه الكمبيوتر. كنت بطلع صيانات بقى، فلان عنده مثلا نسخه ويندوز عايز يعملها، بروح اعملها. فلان عايز عنده مثلا لمده 6 شهور. 6 شهور يعني في الحته يعني برضه دي. فتره قليله ان انت تقدر تقول ان انت اشتغلت يعني فيها. ما كانش كنت كل ما اروح ده راجل برضه شغلني عشان كان شغال مع بابا واحد صاحبه، يعني انا مش عارف ليه. اللي هو يعني برضه فيها يعني كان فيها واسطه يعني. لكن كشغل عند حد او شغل مع حد بصراحه ما كنتش متوفق فيها خالص يعني. بعد المحل اللي هو كان 3 في 4 دوت او 3 في 3 ونص دوت، خدت مكان حوالي 40 متر. كان 26 متر وبره قفلت تقفيله كده. نقله جامده دي بقى. كانت نفس الموضوع. بعد ما رصيت الشغل اللي معايا، لقيت نفسي قاعد في المكان فاضي، ما ابيض، ما فيش طبعا يعني. الاستوك اللي معاك ما يملاش نفس المكان بالمساحه دي. لا، كان الموضوع صعب جدا. دخلت بقى، كنت انا بعمل ورد والكلام دوت كان كويس، بس ما كانش همشي ريحتها كويس. المهم حطيت، كان عندي طبعا مخزن ساعتها الحمد لله، حطيت الحاجه دي كلها في المخزن وركزت في الحاجات اللي المارجن بتاعها كويس، اللي هي الحته بتاعت ال 20 80 ديت. قلت بس انا بكسب في المشمعات اللي هي ممكن تفهمها. 20 80 يعني انا مثلا عندي 80% من الشغل بيدخل لي 20% من الربح، و20% من الشغل بيدخل لي 80% من الربح. حلو قوي. فانا ركزت في الحته اللي انا 20% من الشغل بيدخل لي 80% من الايه، من الربح. جميل. بس كان ساعتها فتحت في المكان دوت. يعني افتكر ساعتها كان بيعدي عليها حد، ده بقى دخولي في مجال تصنيع المفروشات وكفرات الغسالات والحاجات اللي هي ستر البانيو والكلام ده. جميل. كان بيعدي عليا حد يقول لي تشتري، اقول له الشغل ده مش بيجازي، مش بيعمل، مش لحد ما اخدت منه سامبلز وقلت اعرضها عندي، لقيت عليها ترافيك كويس. وانا اصلا والدي طبعا في مجال الجلود ومجال اللي هي الرو ماتيريالز او الخامات اللي هي اللي انت متربي في بيت فيه تجاره يعني. انت اصلا يعني صح ولا ايه؟ من بدري جدا. التجاره موجوده في البيت. احنا كنا بنرجع من المدرسه على بابا نغير ونقعد معاه لحد العصر او المغرب. أيوه. نروح البيت نعمل الواجب، نصحى تاني يوم للمدرسه. كان ده يعني انا مثلا مش من الشخصيات اللي كانت بتنزل في الاجازه الشغل. احنا كنا بنرجع، التاكسي اصلا كان بياخدنا يودينا المدرسه، يرجعنا عند الحاج، نغير، نقعد معاه في المكان لحد المغرب. حلو جدا. نروح نعمل الواجب بتاعنا،
وبعد كده نصحى نروح المدرسه. جميل جدا. ده بالنسبه لك كان حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ كان حاجه غصب عنك يعني. هو ايه اثرت بالايجاب ولا بالسلب معاك؟ اثرت بالايجاب ان انت ما فيش اصلا بيت بقى، انت كراجل انت مكانك فين؟ بتروح على النوم. فانت موضوع يعني انا ما افتكرش ان موضوع الكونسيبت بتاع ان انت تتغدى في البيت ده كان موجود اصلا. لا هو انت ايه بتفطر في البيت تحمل المسؤوليه من بدري انت تسميها بتحمل مسؤوليه، كانوا بيخلصوا مننا في البيت. لا بس يعني لا يعني برضو فيها جانب ايجابي جميل يعني. بصراحه فرقت معانا جدا طبعا. يعني حتى في الزواج يعني ما افتكرش ان يعني الحمد لله والدنا ساعدنا بسمعته يعني سمعته وفرت عنا ارقام كبيره جدا، لكن ما احتاجناش في الحته بتاعه الماديات منه اي سبورت. هو ربنا اللي قدر ده يعني. الحمد لله. جميل. نرجع بقى للفرع الجديد بتاعك. انا كنت بحاول ان انا يبقى عندي معايير معينه في المنتج اللي بعمله. يعني مثلا كفر الغساله مثلا كان ليه مقاسات معينه، والسوق كله بيعمل مقاسات معينه. فانا مثلا كنت غاوي اغطي القعده، فكان الصناعي يقول لي تغطي القعده ليه؟ فاقول الناس كلها عندها قعده وانا عايز اغطي اخلي المكان الغساله مثلا شكله كله كويس. ستاره البانيو مثلا كانت مثلا طولها 180، فانا كنت بحب اعملها 2 متر. ليه؟ بقول له مثلا تبقى نازله بحيث لو العميل جوه البانيو وحب يدخل ستاره جوه او يسويها بره ما تبقاش تبقى ساتره فيقول لي احنا اولى بال 20 سم في 2 متر ونص فتوفر معانا خامه. بقول مالكش دعوه بالخامه، انا العميل بتاعي بديله منتج معقول وبكسب منه كويس، هو راضي وانا راضي والامور تمام. لحد ما جينا في موسم قال لي عمل الشغل بالطريقه اللي هو متعود عليها في السوق. قلت له بص الكلام ده مش هيناسبني، واحنا في موسم فاظبط الدنيا عشان خاطر العميل بتاعي ما يروحش على حد حابب تقدم الحل كامل ما يبقاش فيه اي حاجه ناقصه فيه. انا كنت باخد حقي وهو عايز ادي العميل حقه بس كده. حلو قوي. قال لي والله ده اللي عندي. كنا في موسم طبعا. قال لي ده اللي عندي، مش عايز تشتغل ما تشتغلش. قلت له والله الكلام ده كويس بس ده بعد الموسم، لكن احنا خلاص رمضان وقت صعب جدا ان انت تعمل معاك موقف زي ده. تاني يوم قمت نزلت اشتريت مكنه خياطه. تاني يوم كانت ساعتها مكنه السنجر اللي هي ام 10 و12 دلوقتي اشتريتها ب 1300 جنيه على طول كده بالظبط. تاني يوم. مين هيشتغل عليها؟ والله كانت اختي كده غاويه الموضوع شويه. طيب قلت لها ايه رايك تساعدي معايا الموضوع. جميل. فبقيت انا قمت انا حتى الشنط دي من اللي انا كنت بخيطها يعني. وكنت عامل كام شنطه كده، كنت اقعد طول اليوم اقص الشغل في المحل على الارض. يعني انا الحمد لله عندي بنوك دلوقتي ببص عليها الشغل ما شاء الله. ساعتها كنت بفرش اللي توب على الارض فوق بعضها ويعني على ومقص واقعد اقص الشغل ده. طبعا الناس اللي ليها في التصنيع عارفه ان انت بتقوله ده صعب جدا. لا يعني ركبي كانت ايوه ده صعب جدا يعني. ده كده شغل جدا بالظبط. المهم كنت كل يوم اخلص اللي عايز مثلا ستاير حوض او الصها، اللي عايز كفرده غساله والصها، اللي عايز ستاير بانيو والصها خامات واحطها في الشنطه واروح اقوم جاي واخد الشنطه دي مروح بيها واقول له اختي احنا عندنا الاوردرز ديت خلصيها ما شاء الله. وعلى ما اصحى تكون هي بقى سهرت فيها خلصت، وانا نازل عدى على بتاع اللي بيعمل الكباسين والعراوي والكلام ده اقول له خلصهم بقى بحيث على العصر ابقى تمام. المغرب تكون الدنيا طبعا ساعتها كنت بعمل كميات صغيره جدا. يعني انا كنت بعمل الكفر الغساله دوت مع الشخص ده مثلا باكس فلوس. انا بعد ما بدات اعمله انا وبدات اتعلم بقى القص، بدات اتعلم طبعا بوظت كتير وبوظت خامات كتير جدا، وفي منتجات بعد ما عملتها فكيتها وعملتها منتجات اصغر عشان خلاص هي ما بقتش نافعه. لكن يعني وبقيت اجيب بقى جبت مكنه خياطه كمان. حلو. وحطيتها في المحل توسعت. وبقيت اقعد انا على المكنه ديت. فكنت بجيب الصنايعيه واقول له بقى وريني الضم الابره ازاي، وريني مش عارف اعمل الدنيا. بس بالظبط كده. حلو جدا. اللهم ربنا لك الحمد. كل الصنايعيه اللي كانوا بيوريني الضم الابره ازاي دول كنت بصلح لهم مكانهم بعد كده. اللي عايز بقى يغير كروشيه، اللي عايز يعمل، يعني انا كنت حطيت نفسي في الموضوع شويه. وبدات بقى اجيب ناس اقول له مثلا هتمشي من هنا لهنا، هتخيط دي بالحته الفلانيه. الموضوع ظبط معايا جدا. جبت بقى الحمد لله بقى عندي 4 مكانات في المكان، وفي عندي مكنه في البيت. كان يجي العصر مثلا الدنيا هاديه. انا كنت طبعا الصناعيه اللي بينزلوا معايا كلهم بيجوا بالليل. احنا شغالين طول النهار بنبيع، حاطط راكن المكنه على الحيطه وببيع واشتري، وبالليل بجيب بقى الصناعيه شغال بيها وتصنيع. جاي فارش على الارض قصص الشغل، واقوم جاي مديهم الخامات ديت واقول لهم يلا انطلقوا، وبقفل عليهم الازاز وعندهم طبعا حمام جوه، عندهم كل حاجه. واقوم جاي مروح اصحى ثاني يوم بنكيس الشغل وكده. يجي العصر كان معايا موتوسيكل ساعتها، اقوم جاي حاطط الشغل على الموتوسيكل وافضل كانت من العصر للمغرب كده ما فيش ترافيك قوي. فكنت بقعد الف على المحلات، حدايد وبويات ببيع له، تعديلات منزليه ببيع له، بتاع ورد صناعي انا بقى عندي شويه قصه كفاح يا مصعب. كان الموضوع ممتع بصراحه ما شاء الله.
بس انت لحد النهارده ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي انت اوفلاين بس؟ انا لسه ما دخلتش مجال الاونلاين ولا الاي كوميرس؟ يعتبر تجزئه او نص جمله، لان ما كنتش ببيع بقى ساعتها ولا النزهه ولا ضرب سعاده ولا المسك ولا الناس دي. كان ده كله ببيع في المحلات اللي هي ايه في مصر الجديده، في مدينه مصر. انت كنت بتورد للناس دي او وصلت ان انت وردت للناس دي؟ دلوقتي احنا بنورد لهم الحمد لله، ما شاء الله. يعني عندنا اصلا طاقم شغال على الناس ديت. حلو قوي. المهم بعد ما عملت كده لقيت بقى ان انا بشتغل يعني وقت كبير جدا، ومش محتاج ان انا اشتغل الوقت دوت. والناس اللي بييجوا يشتغلوا معايا دول هم اصلا اوريدي عندهم مثلا كل واحد فيهم عنده مكنه او اتنين في البيت. فانا مش محتاج ان انا اقعده طول الليل شغال عندي وابقى انا باخد الوقت ده بس في الشغل. فقمت لغيت الموضوع ده، قلت انا هشتغل مثلا من 10 ل10، والناس الشاطره اللي معايا هدي كل اللي ما عندوش مكنه هديله مكنه يشتغل في البيت، وهقص يجي ياخد الصبح وجبته. يعني هو مثلا يقدر يخلص في اليوم مثلا 20 ستاره بانيو، 30 كفر غساله، 20 كفر ميكروويف، 50 ستاره حوض، ياخد الوجبه بتاعته يروح تاني يوم يجيب لي الايه الشغل. قمت موزع المكن على الناس في البيوت، وبقيت بصراحه بصلي العشاء اقعد الساعتين اخلص شغلي اروح انام ما شاء الله. والموضوع بقى ظريف. من ساعتها بقى انا شغال مانيفاكتشرنج، يعني من ساعتها انا شغال تصنيع عند الغير. بطلت بقى ان انا اصنع ان هاوس. الموضوع كله بقى بقيت ان انا ادور على خامات كويسه، ادي اوزعها على الناس او اوسع عندي، ياخدوا الخامات يقفلوها، يجيبوا الخامات، اراجع اكيس، اورد للعملاء. بدات بقى ساعتها الحمد لله بقى عندي شاب او اتنين، يعني كده كل واحد بياخد شنطه على كتفه ويطلع على الاسواق والاسواق الجمله. مثلا شارع فيصل ياخد شارع فيصل رايح جاي، يعني عندك رنين، عندك شركه السعوديه، اشتغلنا مع الشركه السعوديه فتره كبيره. ما شاء الله. او اشتغلنا مع الرنين، كنت بدي انا حد رنين لما رحنا نتعامل معاهم قال لك انا بعمل اجل فكان في حد بياخد مني المنتج كاش ويورد لهم اجل. انا ما كنتش بشتغل. رفضت فكره الاجل. هم تواصلنا معاهم يعني حتى ساعتها رحنا لهم ما ظبطتش. قلت اعمل فيها ان انا صاحب الشغل، قلت لهم اخلي صاحب الشغل يكلمكم. وروحت كلمتهم في التليفون، قلت لهم عايزين نتعامل معاكم بس الشغل كاش، وهنديكم الشغل بهامش ربح بسيط، بحيث انتوا تعملوا يعني يبقى عندكم حته الميزه التنافسيه بتاعت السعريه دي تبقى موجوده. قال لك والله انا بشتغل اجل وغلي السعر. فالمهم اتعرفت على حد ساعتها كان حد اوريدي مورد ليهم، مورد ليهم بقى ياخد مني المنتج كاش، حلوه جدا، وبيورد لهم اجل. حل جميل. فكان الموضوع ظريف يعني. الحمد لله. كنت طبعا اخدت مكان في سوق الحد، كان عندنا في شبرا الخيمه سوق الحد، خدت محل دورين حوالي 110 متر، 55 تحت و55 فوق، وبقى فوق بخزن فيه الشغل اللي احنا بنوزعه جمله، وتحت قطاعي بس. طبعا اي حد بيشتغل في سوق الحد بيبقى همه التلف بتاع سوق الحد دوت. تمام. طبعا احنا كنا شغالين كويس جدا جدا، بس كان طبعا لينا جيران شغالين في نفس الشغل، هم اصلا كانوا عملاء عندي، كانوا بياخدوا مني جمله. المهم يعني بشكل او باخر انا ما حبيتش اكمل في المكان ده، وخدت مكان تاني 160 متر. المكان دوت فتحته برضو في البدايه كقطاعي وتوزيع بالجمله كتوريدات يعني. وبعدين لقيت ان انا القطاعي مش جايب همه، نفس قصه 20/80 ديت. انا في الجمله بكسب كويس، في القطاعي ما بقى يعني مثلا لو بعت 3000 جنيه بصرف عليهم مصاريف ثابته، مثلا لو بكسب 40% او 30%، فبيرجع لك 1200 جنيه بتصرف منهم مثلا ايجار معين ومرتبات معينه، ما بيصفيش حاجه. قلت بس انا قفلت الباب بعد ما عملت توضيبات وعملت كل الكلام ده، قفلت البيبان ديت وقلت انا هشتغل توزيع واي كوميرس بس. دخلت في الاي كوميرس. بالظبط. يعني احنا عايزين بس نهنت كده انه الموضوع بتاعك، الرحله بتاعتك رحله بادئه من الصفر حرفيا، ومش بنفترض انه ينفع تبدا من غير فلوس، وينفع تبدا بسكيل قليل وصغير، لان معظم الناس دلوقتي بتبقى شايفه الموضوع لا لازم يبقى معايا بادجت كبيره، لازم في راس مال كبير، لازم ابدا كبير، لازم ابقى فاهم في المجالات بتاعتي كلها. يعني انا اصلا انت عندك مشكله، انت بتبدا براس مال كبير وما عندكش خبره كويسه. انت مشكله، انت دلوقتي حد لسه طالع في ثانوي، في كليه، في عندك 100 سنه لسه هتبدا، وانت خلاص بتبدا وانا دلوقتي 5 مليون جنيه، انت في مشكله. ليه بقى؟ ما انت دلوقتي هتدير الموارد دي ازاي؟ انت المفروض اذا مثلا معاك بادجت 10 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 200,000 جنيه، 100,000 جنيه، 50,000 جنيه، انت بتشتغل الاول باللي تقدر تديره. يعني انا افتكر ان انا كنت في المحل اللي هو 9 متر ده، جات لي واحده
يعني تبع عارف الناس اللي هم يعني مرتاحين شويه، قالت انا معايا 500,000 جنيه عايز اشتغل معاك. جميل. المهم قلت لها حاضر بكره نقعد ونظبط الموضوع دوت. المهم انا كتبت كل حاجه اقدر اديرها، يعني انا فاكر الرقم ده كويس، ما عدتش ال 92,000 جنيه. انا مش عارف اعمل باكتر، انا كتبت انا هعرف اشتغل ب 92,000 جنيه، اكتر من كده مش عارف 93,000 هاخد 1000 ازاي، مش عارف انبيع حاجه، يعني مش تبقى ليها لازمه في يعني البيزنس. حاولت تعمل سكيل بالمبلغ اللي عرضته عليك، اللي ما ينفع انا اجيب قدرتش. منه 5 اجيب منه 10، اللي اجيب منه 50 اجيب منه 100، طلع 92,000. بس انت كنت واقعي زياده عن اللزوم في الفكره دي ولا ده الطبيعي؟ كتبت الارقام، يعني انا جت فتره في اولنا كلنا بدا يتعرض عليك فلوس تشتغل بيها والكلام دوت، فقلت له والله انا هخش في الشغلانه ديت بالطريقه الفلانيه يعني الدنيا تمشي بالشكل الفلاني. طبعا الحمد لله الموضوع ده انتهى من بدري جدا ووقف. لكن اقصد ان انت بيجي اي حد مثلا ابنك تقول له خد ال 100,000 جنيه دول ابدا بيهم، طب ما تخليه الاول يدير 10,000، خليه الاول يدير 20,000. انت عايز تقول المشكله في اداره الفلوس نفسها ولا مش شرط فلوس، موارد، في خبرات البيزنس نفسه اللي انت هتبدا فيه؟ انت دلوقتي كعمر انا كمصعب، انت دلوقتي الحمد لله اللهم ربك الحمد من غير جنيه بتنزل السوق بتروح بمليون جنيه بضاعه، محدش بيقول لك ازيك. فهنا انت راس مالك ايه؟ الموارد بتاعتك، الموارد بتاعتك علاقات، الموارد بتاعتك فلوس، الموارد بتاعتك صح. تريكس بتتعامل بيها، الموارد بتاعتك ممكن تبقى خبره في ان انت تحول الماتيريالز او الخامه. مثلا ممكن واحد ياخد النص متر يعمل منه مرياله يبيعها ب 12 جنيه ونص، صح. واحد ياخد النص متر ده يعمل منه شنطه حريمي يبيعها ب 100 جنيه. هنا موارد. هو في واحد دخل الورشه الحريمي دي قعد فيها 6 سنين على ما عرف يخرج الشنطه من النص متر دوت تتباع بال 100 جنيه دي، والتاني ما تعبش، هو حب مثلا عمل مرياله هي بتتقص بشكل فلاني، بتقفل بالشكل الفلاني، فتلاقي المصنعيه بتاعت المرياله دي نص جنيه، مصنعيه الشنطه دي 50 و60 جنيه. فهنا الموارد بتاعتك مش شرط ايه، مش شرط فلوس. نرجع بقى للحته بتاعت الاي كوميرس. لما كنت انا في المحل اللي هو تقريبا حوالي 60 متر دوت، جالي حد قال لي انا عندي شركه اونلاين. طبعا شركه اونلاين ساعتها انا كنت فيها شركه وكده وقصه، طلع هو اصلا بيقعد على القهوه يشغل ادز ومعاه 3-4 مناديب بيبيع مثلا كفر عربيه. دي مشكله بقى ان الناس فاكره الاونلاين بيزنس وهم، يعني تحس ان الموضوع بالنسبه للناس حاجه مش ملموسه ومش عارفين ده ايه، ولما تيجي تقول اي كوميرس تقول اونلاين بيزنس الكلام ده تحس ان هو الغاز. فاحنا عايزين نفك الالغاز دي دلوقتي للناس ونوضح لهم ان الموضوع لا، الموضوع هو بيزنس عادي جدا بس ليه طريقه في ادارته بشكل مختلف وبنظام مختلف. يا ريت توضح لنا الحته دي من البدايات بتاعتك. طيب انا في الاول خالص لما اللي دخلني في الحته بتاعت الاي كوميرس ديت ان هو ده حد جالي كان جارنا في المنطقه، قال انا شغال في منتجات كتير وما شاء الله كان يقعد على القهوه كده تلاقي جنبه مثلا 3-4 مناديب 5 مناديب، ياخدوا اوردرات الظهر مثلا يطلعوا بيها يوصلوها يرجعوا له العشاء بالفلوس، ينزل تاني يوم السوق يجيب الشغل وسوون يعني. المهم هو طلب مني منتج، المنتج ده كان منتج تافه بس هو قال لي انا عايز اصنعه، فانا خدت العينه ربنا وفاني عملتها له. قال لي بكام؟ كان ساعتها هو بيشتريها من السوق بحوالي 55 جنيه، فانا قلت له انت بتجيبها بكام؟ قال لي ب 37 ونص. فانا بحاول المنتج ده ما يخرجش ب 37 جنيه ونص، مش اقل من 50 جنيه، اجيبها يمين شمال مش جاي. فبدات اخش الف على المصانع الم الخرده بتاعت المصانع، الخرده دي اللي هي بيتبقى من في عنده حد عنده قصه فبتخرج من عنده حتى مثلا 40 في 50 ده هادر بواقي القماش. فخدت الخرده دي وجبت 2 صنايعيه وبقيت واحد فيهم باترونيست، حد بيقص والتاني بيقفل، واللي بيقص بقى يقفل جنبه، كانت منتج اصلا سهل يعني بقى يقفل جنبه. في الحته في ايام ما انا كنت زي ما بقول لك بقفل على الناس بالليل الصنايعيه يشتغلوا واجي تاني يوم بالظبط كده. فالمهم عملت له، كان عايز 100 قطعه، عملت له 100 قطعه واتصل بيه ما يردش، هبعت له حد ما فيش. طبعا اللي اشتغلوا قبضوا وانا الناس اللي خدت منهم الخرده دي اديتهم فلوس، فبقيت عايز ابيع المنتج اخرجه مش عارف اعمل ايه. طب بيبيعوه فين؟ ما بيبيعش في الشارع، ما بيبيعش حتى في فرشات، ما بيبيعش في وسط البلد. ما هو كان منتج زي المنتجات اللي بتنزل اللي هي الترند بتاعت الترند اللي هي في الاي كوميرس بزنسز يعني. فقلت بقى انا هدور اشوف المنتج ده بيتباع فين وابيعه في الحته اللي بيتباع فيها. كان ساعتها اوليكس لسه طالع وطبعا الفيسبوك ادز والحاجات دي كانت شغاله بس ما كنتش شاطر فيها. هم عملت اكونت على اوليكس ولقيت ان عليه بتعمل اعلان تفضل موجود مش عارف اسبوع ولا ايه، اول 3 يا ربي تبقى ظاهر في اول 3 وانت بتسكرول كده تخش الشارع العربيه ففي 3 بيظهروا لك فوق كده، فهم ال3 دول ساعتها كان ب 150 جنيه في الاسبوع تظهر اول 3 رقم واحد. فقمت داخل في الحته بتاعت اللوكيشنز بتاعت اللي هو عارف انت المهندسين
اللي هم بيبيعوا بيبنوا البنا والناس دي. ففي المواقع بتاعتهم بيلبسوا الحاجات دي، كانت حاجات زي امن صناعي والكلام دوت. بيلبسوا الحاجات دي عشان يعني منتج كمان مش دارج ان انت تعرف تبيعه بسهوله. او اللي بيركبوا بايكس واللي بيركبوا موتوسيكلات والكلام جميل. ده بيستخدموه. حلو. المهم قمت داخل دافع 150 جنيه، حتى رحت لحد سنترال جنب قلت له انا عايز ادفع على اوليكس مش عارف ادفع ازاي. فكان عنده المكنه اللي هو بتاع فوري وبي والحاجات اللي هي الامان والكلام ده. قلت له شوف لي بقى اي واحده في دول بتدفع على اوليكس وادفع لي الايه ال 150 جنيه. قمت جايب الايه قمت جايب له الكود وقلت له ايه عايز ادفع الفلوس دي. والمهم انا دفعت الفلوس وروحت ما نمتش حرفيا. بكام. المهم انا في الاول خفت ليه، كل اللي بيطلب يقول لي عارف كمين فلان عارف مش عارف ايه. فانا كنت ببيع الماسكات اللي هي بتاعت الموتوسيكلات والحاجات دي، فتقريبا بقى ايه الظباط والعساكر بيحبوها فانا قلت بس ده كمين وانا يا معلم هلبس في الحيط، فانا هخاف اودي ليه كان الحل ايه ان انا اجيب شركه شحن، فشركه الشحن انا ماليش دعوه تشيل المسؤوليه بتاعت المنتج بقى. هم اللي ودوا المنتج والكلام ده. المهم المنتج ده كان منتج تافه جدا وطلع مطلوب. انا غيرت عربيتي 3 سنين ورا بعض من المنتج ده ما شاء الله. المهم الغريب في الامر بقى ان هو الراجل ده جالي بعدها بحوالي 15 يوم قال لي انا عايز الايه المتر. وهو ينفع منتج يبقى مطلوب لمده 3 سنين؟ هو المنتج ده شتوي فهو بيحمل وجه الوش من الشتاء خلال وقت الشتاء. بس طبعا انا المنتج ده كان غريب، فبنسبه كبيره انا ما فيش حد از اي كوميرس بزنس في مصر ما اشتراش مني المنتج ده جمله. جميل. فاي حد بقى عايز المنتج ده مثلا مهندس وبيبيعه للناس اللي معاه في الموقع بيكلمني بيجي لي، فبقى في وجه يعني اصلا بقى اي حاجه داخله على المكن مكتوب عليها اسم صاحبها. هو مثلا ال1000 حته دول بتوع فلان، ال200 حته دول 500 حته دول بتوع فلان، بتصنع والاوردر مطلوب اوريدي قبل التصنيع. بالظبط. ففرقت معايا جدا. جبت اول عربيه الحمد لله، تاني سنه غيرت العربيه، ثالث سنه الحمد لله غيرت العربيه بسبب يعني ايه سبحان الله ربنا بعت لك حد منتج وكان ظاهره بالنسبه لك ابتلاء وكان وتحاول بفضل الله كان نعمه كبيره بالظبط كده. دخلت بقى في الحته بتاعت الاي كوميرس بزنس ديت وبدات اعمل الماسكات اللي هي عليها فينديتا وعليها اللي هي السنان أيوه. والحاجات ديت ببيعها اصلا من غير كورونا من غير اي حاجه. تمام. يعني كانت القطعه بكسب فيها 10 اكس يعني مع كده منتج تافه وبيشتروا لي عليه بيسافروا السخنه وبتاع عشان مناخيره وبقه ما يوجعوش وكده في الشغل دوت. فبعمل المنتج ده دخلت كورونا قال لك الكمامات ومش كمامات واخد اشتراك كمان. الموضوع بقى تحول لموضوع طبي بقى مش طبعا انا كسبت جدا كتير وخسرت أيوة. كل الفلوس دي بعدها يعني لان انا طبعا كنت عامل كميات كبيره ومره واحده العمليه وقفت وعندي يعني طبعا كان عندي خامات كتير جدا مخصوصه واترمت في الزباله يعني. بس الشاهد ان انت ايه كنت بتشتغل بشكل معين بطريقه معينه وبتجهز نفسك لحاجه معينه وربنا بعت لك فرصه في حته معينه. وطبعا كانت الفتره بتاعت الماسكات دي والحته دي كانت يعني انا افتكر ساعتها كان معايا حوالي 40 مندوب على الارض او 60 مندوب على الارض ما شاء الله. يعني 40 60 كده رايحين جاي كنت اطلب اوبر اجيبه اخد تصور صوره بطاقه اقول له بص انت ساعتك ب 40 جنيه هتوصل اوردرات انت زايد انت تجمع انت عبور انت شروق انت مدينه نصر وعين شمس بالظبط كده. فبقى يجي اللي ما واثقش فيه بركب معاه حد من اللي شغالين معايا اللي واثق فيه بصور بطاقته بينزل على طول يشتغل. حلو. فكانت فتره كويسه في حته الاي كوميرس ديت. نرجع بقى للمكان اللي انا رحته بتاعي اللي هو كان 160 متر دوت. ركزت بقى في الاي كوميرس بزنس دوت وبدات ان انا عايز اعمل التيم بتاعي عايز ميديا باير عايز طبعا اتعلمت ادز اتعلمت طب ازاي البدايات بقى بتاعت الميديا باينج يعني حته برضو دي الناس بتبقى عايزه تعرف تبدا منين. يعني البدايات صعبه دايما في الاول زي ما بيقولوا كده العناء في الابتداء فدايما كله بيبقى مش عارف الطريق طب امشي ازاي. فلو تقدر يعني ايه ناخد من خبراتك ومن الرحله بتاعتك نحاول نعرف الناس البدايه بتبقى ازاي. هو انت عندك اي حد عايز يبدا اي حاجه هيكتب هاو تو في اي بلاتفورم في جوجل في يوتيوب في اي حاجه هيلاقي في طبعا شات جي بي تي عندك دلوقتي الموضوع في حته تانية خالص. هتكتب هاو تو اي حاجه يظهر لك الريفرنس اللي انت تشتغل عليه. انت بقى بتكسل تمشي مع السيكونسز ديت براحتك. انت مكسل لو انت مكسل انت تعملها هات حد وقول له امشي مع الخطوات دي. في ناس بتشوف انه المحتوى المجاني دايما مش مفيد يعني انه انا اكيد لازم اخد كورس ولازم ادفع فلوس عشان يبقى المحتوى انت دلوقتي مفيد. انا اشتغلت في الحته المجانيه دي كتير قوي واشتغلت بايدي كتير جدا وساعتها تقريبا رحت اخدت كورس مع حد اسمه محمد يوسف تقريبا. جميل. حد مش حد عادي جدا يعني حد طيب وحد محترم. رحت اخدت دفعت مش عارف 3000 ونص كنت قاعد انا وواحد عجبني جدا في الشخص بقى اللي هو كان معايا دوت. الراجل ده كان
عنده جراج في مكان، ويعني حد في الحته بتاعه الموتوسيكلات الغاليه والحته والعربيات الغاليه، عارف الجراجات أيوة دي بتبقى راح يتعلم، راح ياخد الكورس ده ب 3000 ونص. انا بالنسبه لي الرقم ده كبير، بس انا عايز اتعلم اقسم بالله. واحنا بناخد الكورس دوت كنت بقول على تريكس يعملها عشان مثلا يعدي حته في المديونيه، يعدي حته في الدفع، يخلي المديونيه توصل لها على ليميت، يخلي الاداء اكونت يوصل لها على ليميت في البيلنج. فلما انت اشتغلت اصلا بايدك بره ان انت اصلا تخش في الحته اللي هي النظريه ديت، انت لما ايدك على راي محمود عمر يقول لك ايدك محروقه، يعني ايه انت ايه دخلت في الموضوع، اشتغلت وجربت بنفسك. حلو. اللي بيشتغل بنفسه دايما في حتت بيحط ايده عليها او نقاط بتيجي في باله عمرها ما هتيجي في باله حتى لو خدها في كورسات، لان في ناس كتير جدا بتدي كورسات، هو بيجيب البلاتفورم، بيجيب البوتنز بتاعتها كلها، يشرحها لك كلها، لكن التريكس لو ده كاونتر منك هتعمل ايه، لو الاداء كان حصل فيك كذا هتعمل ايه. انت عايز تقول لي ان لو مفيش تجربه مفيش خبره هتيجي؟ التجربه مهمه جدا، مستحيل حتى لو خدت كورس. هي التجربه بقى مهمه. انت دلوقتي انت الحته الفري هنا او الحته المجانيه ثمنها ايه؟ ثمنها وقتك. انت لو وقتك غالي، مثلا في واحد هو مقيم ساعته ان يبقى 1000 جنيه، خلاص هات حد من ابو 50 جنيه يشتغلك اعلانات. فمهم جدا لاي حد هيشتغل يبقى عارف قبل ما يشتغل الساعه بتاعته بكام. في واحد صاحب بيزنس تلاقيه راح يرمي الزباله، يا عم الزباله دي بتكلفك في اليوم كله 10 جنيه، يعني الساعه تقف في جنيه، اللي هو او العامل اللي هيجي ياخد او اللي بيعدي في الشارع هياخد الزباله دي يرميها، ياخد منك 10 20 جنيه، يعني على 10 ساعات ساعته ب 2 جنيه، انت ساعتك ب 20 جنيه، فانت بتروح ترمي الزباله في ربع ساعه في نص ساعه. طب ما انت هنا ما قيمتش نفسك تقييم ايه؟ تقييم سليم. ما في ناس ممكن تقول لك انه انا ما احبش ان انا اعمل الحاجات دي في الاول، يعني انا بعملها عشان غصب عني، عشان انا لسه بادئ وما عنديش بادجت ان انا اديليجيت كل حاجه لحد يعملها. انت دلوقتي محتاج تعرف ساعتك بكام. ساعتك لو ب 20 جنيه ارمي بقى الزباله يعني انت عايز تقيمني انا كبزنس اونر وانا ببدا، تقييمي هيبقى بناء لو انا موظف انت ممكن تكون بزنس اونر اصلا مثلاً. بس الراجل بتعمل محتوى جامد جدا يعني انت اصلا عندك التالنت ديت، انت تالنتد جدا في حته ان انت تكتب كونتنت، انك تصور ريلز، انك تعمل حاجه. مش لازم تبقى انت عشان لسه هتبدا تبقى انت زيرو. انت ممكن ربنا يكون مديك مثلا، يعني في ناس هو بيتولد بيعرف يعمل اصوات قراء، وبيعرف يعمل اصوات ممثلين، وبيعرف يعمل، هو عنده ربنا اداله نو هاو معينه بيدفع فيها فلوس محترمه يستفيد منها. مش لازم بقى يعني هو لو هو جامد بقى في دي ما ينزلش بقى للي ايه، يعني ما ينزلش يشتغل مودريتور عنده على البيج. يعني مثلا أيوه. البنت او الولد المودريتور بياخد مثلا في الشهر 3 4000 جنيه 6000 جنيه لو هو يعني شغال في حته جامده جدا. انت ساعتك اصلا في حته الفويس اوفر وفي الحته بتاعت الكونتنت كرييشن والكلام ده اغلى بكتير جدا. فانت محتاج تعرف انت يعني ساعتك بكام او ساعتك تسوى كام. مش ساعتك بكام يعني حاجه مهينه، حاجه انت تقيم، لا انت تقدر تدخل ايه الدخل اللي ممكن يدخل لك، بحيث ان لما حد يجي يقعد معاك يقول لك انا عايز اقعد معاك ساعه، تشوف الساعه دي اذا مش سيره رحم طبعا، واذا مش في الحته ديت والله هو هيضيع وقتي، ولا هنخرج من الموضوع، ولا انت مثلا هتقعد معاه تحتسب ان الساعه ديت حاجه مسلم وانت بتسعى مع مسلم في الحاجه بتاعته. صح. فانت صح. ايه ساعتك ب 1000 جنيه ب 500 جنيه ب 200 جنيه ب 20 جنيه، فانت محتسب ان الفلوس دي اكنها صدقه، فبتقعد معاه بالنيه دي عشان خاطر يبقى ايه ده مش جهود مهدره يعني. طيب احنا يعني اتعرفنا على الرحله بتاعتك، وهي رحله شيقه جدا وممتعه جدا، والجميل فيها انها بادئه من الصفر، وان ما كانش فيه بدايه فيها دفعه قويه من اي حاجه، من اي يعني عامل خارجي غير مجهودك، وبفضل الله اولا واخيرا ثم مجهودك وخبراتك اللي اكتسبتها على مدار الرحله دي. احنا النهارده بنتكلم ان انت الحمد لله من ضمن رواد الاعمال القليلين في مصر بفضل الله تعالى اللي جامدين جدا في حته الاي كوميرس. احنا عايزين نعرف بقى تيبس اند تريكس كده خاصه بالاي كوميرس. انا النهارده حد ببدا لسه في بدايتي، سواء عندي نموذج عمل اوفلاين وعايز احوله اونلاين، او انا عايز ابدا في مجال الاونلاين عشان انا هيبقى شغل بارت تايم جنب شغلي، او انا هعمل مشروع لزوجتي، او انا عايز اخش في مجال الاونلاين ده لانه احنا بنسمع ان فيه ربح كويس جدا وان هو سهل جدا وكده. فعايزك يعني تحاول تدينا كده ايه سر الشغلانه زي ما بنقول كده، وعرفنا كده احنا ممكن نستفاد منك بايه في الحته دي، ونقدر نضيف للناس ايه من خبراتك. ممكن نبدا البدايه ازاي اخش المجال ده اصلا؟ انت اللي تخش المجال دوت من انهي ناحيه؟ في حد تالنتد فهو بيدي كورسات، بيعلم الناس حاجه، بيقدم محتوى الناس بتستفيد منه، حلو. مع الوقت بيحوله لهدف للربح. وفي حد بيبيع منتج، فانت اذا بتبيع سيرفيس ليها الخطوات بتاعتها، واذا بتبيع منتج ليها الخطوات بتاعتها. انا مش في الحته الخدميه خالص. انا في الحته بتاعت المنتج. يبقى خلينا نضيف للناس الحته بتاعت البيع اللي هي معظم الناس اللي محتاجاها. انت دلوقتي في حد
ممكن يبقى هو راس ماله ان جسمه حلو، يعرف يلبس تيشيرت، يوريه للعميل، يوري له المزايا اللي فيه، بيعه. مصر كلها بتبيع بيزك تيشيرت، مصر كلها بتعمل كل موسم اذا هودي بيزك او اذا تيشيرت بيزك بيعمل شغل كويس وبيشتغل. بتشوف انت تقدر هنا نيجي بقى الحاجه مهمه قوي في الحته دي. مصر كلها بتعمل ده وكل سنه شغال، هل ده معناه ان مفيش جاب في الحته دي فما ينفعش اخشها خالص في البيزنس، ولا ده معناه ان السوق ده لا عادي ممكن تدخله في اي وقت وممكن تبقى اضافه ليه؟ يعني ممكن حد يقول لك انا هخش مثلا ابيع بيزك تيشرت او هبيع هودي عليه رسومات او حاجات مطبوعه فده كل الناس بتعمله، هل ده معناه انه في مكان ادخل منه السوق ده، ولا ده معناه ان السوق ده خلاص اتقفل وما ينفعش اخش فيه؟ بص، موضوع جاب ديت في ناس شاطره ان هي تشوف مشكله وتخش تخلق ليها حل وتبيع الحل دوت، وفي واحد تاني هو مش شاطر في دي، هو ما بيعرفش يعمل دوت. فانا ما اقولوش تعالى انت لازم تدور في السوق على مشكله ولازم تحلها، هو محتاج يبدا هيتست. كل مصر دلوقتي كل مصر فيها اماكن بتبيع شغل جمله، نص جمله او جمله بشكل، يقدر يجيب بالقطعه، فهو يقدر يعمل تيست باي شكل من الاشكال. هو في واحد يقدر يخاطب الايه، في واحد يخاطب الاي بلس، واحد يخاطب السي، كل واحد بيبقى شايف انه يقدر يبيع التيشيرت ده. يعني انت ممكن تجيب تيشيرت خامته كويسه جدا، مقاساته مظبوطه جدا، وتروح لواحد تقول له ايه رايك نبيع التيشيرت دوت مثلا ب 300 جنيه، يقول لك ده غالي جدا، هو ب 200 جنيه كويس، فهو موجود بيبيع ب 200 جنيه. واحد تاني يقول لك لا ده ما بيبيعش اقل من 1200 جنيه، انا بجيبه ب 1200 وشغال طب ازاي ينفع نفس المنتج ونفس الكواليتي ويتباع ب 1200 جنيه وب 300 جنيه؟ يعني هي مايند سيت بقى، هو ربنا وفق ده بدماغه دي انه يحط نفسه في الحته دي وفي الزون دي، انه يطلع في ناس في التجمع بتبيع الباندلز اللي هي التيشيرت الخمسه الثلاثه ب 500، وفي ناس في يعني في اماكن عاديه جدا شعبيه عشان ما نقولش اسمه وكده، وبيبيع القطع. يعني انا نفسي كان عندي براند ملابس كده يعني مش كبير، وكنت انا ببيع مثلا زي سويت شيرت ب 400 جنيه، كان واحد بياخده مني يبيعه، بيطلب من عندي ويبيع ب 1200، هو نفس بصوري، اقسم بالله كان حاطط الوتر مارك اللي انا حاططها على الصور، وبيبيع وشغال وكل شويه يعمل اوردر، فهو ربنا موفقه للحته دي. طب ازاي، ايه التركيه اللي عنده؟ يعني احنا برضو الناس يعني بتشوف الحته دي صعبه، انا اخش فيها ازاي؟ ابيع المنتج بسعر غالي كده ازاي؟ يعني ازاي احط هامش ربح في طريقتين. في طريقه هو انت بتعرف، انت بتفكر بالطريقه ديت، وانا يعني انا في حد اعرفه بقول له بص المنتج ده احنا ممكن نبيعه بالطريقه الفلانيه للشريحه الفلانيه، قال لي انا مش هشتغل غير مع الايه، حتى لو مش هبيع في اليوم غير بيعه واحده. حلو. انا حضرته او هو قال لي كان بيخرج في اليوم اوردر واثنين اوردر وثلاثه اوردرز، دلوقتي بيخرج 60 اوردرز و70 اوردرز. هو قال لي انا مش هشتغل غير مع الايه، انا كل ارقامي زيرو، كل العملاء بتاعتي 0 100,000 0 5 وحايد. هو بيقول لك انا مش هشتغل مع الايه. حلو. ببيع له بقى زباله، ببيع له حاجات نظيفه، ببيع له مش هنتكلم عن الفاليوز هنا، لكن احنا بنتكلم ان هو ايه المايند سيت بتاعته. هو بيقول لك انا مش هشتغل مع الناس دي، هم شوفوا ما انا اقدر ابيع لهم ايه وابيع لهم. يعني انا كان في منتجات ببيعها بصنعها وببيعها، كنت ببيع المنتج مثلا ب 60 جنيه، كانت في ناس بتجيبه مثلا من سيتي ستارز والله جوده يعني عاديه، يعني اقل من الجوده في بتاعتك الحته الفنيه يعني مقاسات وحشه وتقفيل مش احسن حاجه وكان بيجيبه ب 600 جنيه و500 جنيه. هو الراجل ده حط نفسه في الحته دي وانت حط نفسك في الحته دي. يعني انا ممكن اختار السيجمنت قبل المنتج، انت ممكن تختار السيجمنت مش شرط المنتج وادور على السيجمنت بتاعته. انت ممكن تختار السيجمنت وما تعرفش تعين الموظفين اللي عاملين السيجمنت دي. صح. انت ممكن دلوقتي تجيب تشتغل على منتج هاي اند، حاجه ما شاء الله كويسه جدا، وتعمل له كونتنت محترم جدا وتجيب له واحده ما بتعرفش مثلا عندها اخطاء املائيه، وتجيب له واحده مش عارفه تتكلم، مش عارفه تخاطبه، او واحد مش عارف يخاطبه از مودريتور يعني. سون عامل لهم سايت شعبي، مش هتعرف تظبط الدنيا معاه. فهي ايه، ربنا بيوفق الواحد انه يعمل الايه الموضوع المناسب، انه يدخل العميل ده، العميل يخش مبسوط ويخرج ايه، يخرج مبسوط. انت بتبيع شعبي، بتبيع لوكس، بتبيع حاجه جامده جدا، بتبيع حاجه عاديه جدا. اهم حاجه اي وعد توعده للعميل نفذه. جميل. انت وعدت العميل ان انت مش هترجع، ما ترجعش. وعدت العميل ان انت هتستبدل، استبدل. وعدت العميل ان هو في معاينه، وبعد المعاينه هو مش عندك حاجه، انت حر. وعدت العميل ان مفيش معاينه وده اللي عندك، والسرعه الطبيعيه هي وانس ان الاوردر جالك بنفس المقاسات دي بالمعايير ديت مش هيرجع. اوعد العميل اي وعد ونفذه. حلو. في ناس بتطلع تحس انه هيشتم العميل، بس واضح. كنت بشتري في مره منتج من حد وحاجه غاليه وبتاع، وبقول لهم يا جماعه لو المنتج ما عجبنيش مش هستلمه. قال لك انت ما سمعتش عننا؟ يا عم من غير ما اسمع عنك، انا المنتج ما عجبنيش مش هستلمه. هو انت ما احنا لينا تاريخ كويس جدا في السوق يا فندم، احنا قلت له يا باشا المنتج ما عجبنيش مش هستلم.
قال لي هيجي لك الاوردر ومن غير من غير معاينه، ولو في مشكله ابقى تابع معانا. وفعلا المندوب جالي بقول له هعين المنتج، قال لي والله ممنوع المعاينه، مفيش معاينه. استلمت المنتج وفعلا المنتج عجبني وما كلمتهمش تاني. هو انا اتضايقت، هل دي طريقه غلط؟ ما انا لسه هقول لك بقى كده، دي طريقه غلط في التعامل مع العميل. ضايقتني، بس هو وعدني وعد بنفذه. حلو. غير لما بقى يقول لك ايه ده معينه متاح معينه واستبدال وي 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 مثلا شركات بتهاير مناديب او شركه شحن المناديب اسلوب وحش، فالمندوب بيجي لك يا فندم ايه هعين مفيش معاينه، وتلاقي المندوب تحس ان انت مثلا زوجتك او اختك او بنتك او كده بيستلم منه الاوردر، هي خايفه منه اصلا، فخد الفلوس وامشي واوردر حلو ووحش. أيوة ايه أيوة. ففي ناس كتير بتشتغل وطبعا انا فرحان ان ايه نسبه التسليمات عاليه، بس طبعا مفيش عميل تاني بيجي له، مفيش سمعه ليه كويسه في السوق. طيب احنا يعني حته التصنيع انت يعني شبه غطيتها، واختيار المنتجات عايزين بس يعني نطلع بحته وفايده كده للناس، انه ايه المعيار بتاعي ان اختار المنتج ده انه ينفع اشتغل فيه اونلاين ولا لا؟ يا ريت تقول لنا الحته دي، يعني دي حته محيره جدا للناس ومش اي حد بيعرف يختار المنتج الصح. بص، كلام كل الناس اللي بتتكلم في الامور دي من ناحيه بقى دراسه السوق وبحث المنافسين وكل ده بنعمله، كل ده جميل وكل حلو. ده حاجات اساسيه، بس في ناس تبقى لسه بادئه، فهو ما قداموش غير اوبشن واحد. ايه هو بقى؟ تست. بمعنى انا راجل دلوقتي هشتغل از هول سيلرز، از هول سيلر، حد ببيع بالجمله، فانا باخد المنتج وانزل اسوق الجمله اقول يا جماعه انا معايا المنتج ده بالسعر دوت، باع ما باعش اعرف المشاكل فين وابدا اعالجها. سعرك غالي، طب وريني اللي سعره رخيص امسك المنتج. ممكن اصلا يعني انا افتكر في مره كان حد كنت رحت اسم افيليت محترم في مصر كان بيعمل قميص عليه لوجو اي كان حلو قوي جميل. قال لي انا ده بسحب منه 1000 في الاسبوع، عايز منه. تمام. قمت المهم انا رحت عملت له القميص دوت خامه يعني معقوله، مخلوط 50 عملت له القميص وقلت له المنتج ده يعمل 110 جنيه، وكان ساعتها كده ده كان سعر كويس. قال انا بستلمه 95. قلت له طب ممكن تجيب لي المنتج اللي انت بتورده، المهم تمسك المنتج نص، يعني عارف لما تحط 10 5 صوابع كده فرق بين المقاسين. قلت له المقاس ده انا ممكن اشيله واديك منتج، بس مش هتبقى صادق مع العميل لما تقول له دوت يلبس 120 كيلو مش هيلبس اصلا 100 كيلو. عنده خطأ فهنا انت عندك المرتجعات اصلا مش خاطر المندوب وحش، انت عندك المرتجعات عشان خاطر المنتج اصلا مش صادق، انت مش صادق مع العميل او مش صادق مع المسوقين بتوعك ان هم يقولوا للعملاء ان المنتج يلبس المقاس ده او المقاسات دي او كده. طبعا في ناس بتعمل جدول مقاسات ويقول لك العميل حر او كده، وانا معاهم ما عنديش مشكله طالما انت شفاف مع العميل، وطالما كده العميل بيعاين وما عجبوش ما يستلمش مفيش مشكله. بس من الاول انت لو اشتغلت بمقاسات مظبوطه او بشكل ال 15 جنيه دول، انت لو انت عندك معدل التسليمات مثلا كان 60%، لو عملت مقاس مظبوط تسليماتك تبقى 80%، فال 20 جنيه دي او ال 15 جنيه اللي زادت دي انت تاخد اضعافها لو انت اشتغلت ايه. بس هي بتعتمد على المايند سيت. في الناس دي ناجحه جدا اللي هو بيشتغل بالمقاسات العاديه اللي هي السوق كله شغال بيها، وفي واحد بيجيب مقاسات زرا يشتغل بيها براحتك. حلو. بس انت هنا هتحط نفسك في حته وانت هنا هتحط نفسك في حته ثانيه خالص. طب لو انا حد عايز يبدا ومش هقدر ان انا اشتغل جمله وعايز ابدا في الاونلاين وعايز ابدا بنموذج صغير خالص اللي هو انا هعمل صفحه وعايز ابيع عليها منتج، فانا عايزك تديني كده التيبس اند تريكس بتاعتي اللي انا اقدر امشي عليها اختار منتج مناسب. كل الناس طبعا يعني في ناس معظم الناس هتقول لك ايه اللبس والاكل والشرب والحاجات دي كلها متاحه، ولكن انا في الاول وفي الاخر مش عارف، انا لسه ما عنديش خبره ولسه ببدا يعني سواء بقى كبير او صغير، فانا عايز اجيب منتجات بكميه قليله وبسعر مناسب واقدر ان انا اكسب فيها واشتغل بيها. فتديني ايه تيبس اند تريكس اختار المنتج ازاي واشتغل ازاي؟ طبعا احنا زي ما اتفقنا هنتعلم اكيد ميديا باينج ازاي وهنتعلم نعمل صفحه مثلا على فيسبوك اللي هو اكتر منصه شغاله في مصر، ولكن انا مش عارف المنتج، مش عارف اختار المنتج المناسب اللي اقدر ان انا ابيعه ويجيب لي دخل كويس اقدر كان بيه. بص، في حاجتين هتكلم معاك في النقطه ديت. في واحد هو اصلا خارج مثلا من الورش او من المصانع او من تجاره الملابس او من تجاره الحته بتاعت الفاشن ديت، فهو دلوقتي هو شاطر في الحته دي. حلو. فانت مش تيجي تقول له بقى ساعتها اللب شغال كويس اشتغل فيه، المكسرات عايز تقول لي خبراتك، فانت دلوقتي شاطر في الحته ديت هتعرف تشتري. حلو. انت هنا هتعرف تشتري ايه المنتج. صح. هتعرف لما تمسك القطعه او ما تبص تعرف ان هي ايه دي، يعني واخده غرزه كويسه، مقاساتها مظبوطه، تلبسها هيبقى مظبوط، خامتها فعلا قطن، خامتها مثلا سبان، خامتها مش الى اخره. فانت هنا في واحد معهوش فلوس بس عنده الايه الخبره دي، وفي واحد بقى ابيض هو داخل ما لسه بيبدا. يعمل ايه بقى؟ اللي لسه بيبدا دوت، يا اما هو طبعا في تريكس كتير دلوقتي ان انت تعرف. طبعا كل منصات التواصل الاجتماعي عليها حاجه اسمها مكتبه اعلانات،
كل منصات التواصل الاجتماعي، جوجل، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل منصات التواصل الاجتماعي عليها تقدر تعرف مين شغال على تيشيرت في مصر وبيبيع بكام. مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا دي. بس فانت هنا بتقدر تحلل المنافسين تحليل، وتشوف برضو انت تعرف تعمل زي مين. يعني ممكن واحد بيبيع تيشيرت ب 1200 جنيه بس مثلا عامل سيشنز للمنتجات بارقام خياليه، هتعرف تصرف على المنتج ان تصوره بالشكل ده. التصوير مهم في الاونلاين بيزنس اصلا. طبعا في ناس في التصوير في فتره من الفترات في الحته بتاعه ان الكونتنت معتمد على التصوير بشكل كبير كان مهم جدا. دلوقتي بأبسط الطرق برينج لايت وبتليفون عادي بتعمل ريلز ظريفه بتجو فايرال مع العملاء، يعني بتصرف ادز حاجات بسيطه، وفي ناس ما بتصرفش ادز خالص وبتوينت فايرال بشكل كويس جدا. حلو قوي. في حد هو معهوش فلوس ومعاه قدامه منتج، قدامه مثلا جار وعنده مصنع ملابس بيعمل تيشيرت ظريف، معاه صور ليه ظريفه ومعهوش فلوس يعمل اعلانات. عندك جروبس على الفيسبوك طبعا مش توصل للوصول اللي هو اللي بالك فيه، بس هتتعب شويه ان انت تروح للعملاء. يعني انت عندك جروب هو كله بيتكلم في الملابس، يا جماعه انا عندي التيشيرت ده بالشكل بالسعر الفلاني. يعني انا ممكن اعرض المنتج من غير اعلانات. في بلاتفورمز كتير جدا بتعرض بشكل مجاني، كل البلاتفورمز فيها ماركتس انك تعرض فيها بشكل مجاني. عندك ناس ممكن تروح ليهم تحط زي الافيليتس تحط عليهم المنتج والمسوقين يشتغلوا عليه. عندك في فيسبوك عندك ماركت بليس، الماركت بليس دوت مجاني خالص. انا قعدت فتره كبيره جدا ايام كورونا عندي اقسم بالله عندي مودريتورز للحته بتاعت ماركت بليس بس الماركت بليس ساعتها كنت ترد اسرع تفضل في اول واحد، فكنت معين بنات 24 ساعه شيفت 8 ساعات لكل منتج، معين 3 بنات. هي قاعده على الاكونت، بجيب الاكونت بعمل اكونت وادي لكل واحده ريزون باسورد تفتح عندها، قاعدين 24 ساعه العميل يقول بكام في ثانيه او يرد عليه على طول. افضل اول واحد فين جنب اللي مشغل اعلانات. فدي كانت حاجه مجانيه وعملت منها فلوس كويسه جدا. يعني عندك على تيك توك، اذا على تيك توك انت مش معاك فلوس بدل ما تدفع فلوس على تيك توك انت بتعمل محتوى كل يوم او في اليوم مرتين او في اليوم 3 مرات. انت هنا تمتلك وقتك. طبعا هنا ما جايش بزنس اونر ساعته تسوى ارقام واقول له اطلع اعمل فيديوهات وقول والله المنتج بتاعي بيعمل كذا. هات حد يعمل دوت. لو انت الحد ده ساعتك اغلى من ساعته ما تعملش دوت، هات حد يعمله. حته البيرسونال براندنج والحته اللي هناك دي ده قصه تانية. انت هنا بتدفع بتنفست بعدين، مش بتنفست في انت دلوقتي لو انت شغال سيلز بس مش فارق معاك العميل الحته بتاعت البراندنج والكلام دوت. والبراندنج دي انت ممكن تبقى بتبيع شعبي وعندك براند عادي جدا. يعني كوكو اند اس براند شعبي طبعا. سوقهم بقى عشان ما نقولش اسامي ثانيه وايه. يعني هي دي حاجه مشرفه. كوكو اند اس شغال شعبي ممكن تلاقي في اسم ثاني يبقى ايه ما يزعل يعني. لكن احنا بنتكلم في الحته عادي يبقى عندي براند شعبي وفي ناس ثانيه عندها. ايه سر نجاح كوكو اند اس من وجهه نظرك؟ هو عنده ميزه تنافسيه سعريه شغال عليها بشكل كويس، متابع السوق بقى بطريقه. هو في ناس بتسال تقول لك طب ازاي، يعني ازاي هو بيجيب الاسعار دي، ازاي الاسعار بتبقى قليله كده بالشكل ده؟ يعني معقوله اقدر ان انا اكون اقل سعر من السوق كله؟ في حاجتين اللي بيقول لك ازاي دوت هو ممكن يكون مش عارف اصلا. يعني في واحد يجي يقول لك ازاي مثلا، يعني انا يعني بيجي حد يقول لك ازاي يبيع مثلا. ايام ما كنت مثلا بعمل كفرات غساله مثلا كنت انا ببيع الكفر جمله ب 45 جنيه بس كنت بجيب خامات كاستور ايطالي، وكان في حد تاني بيبيع الكفر ب 12 جنيه ونص وانا ببيع 45 وانا شغال وهو شغال. وبغض النظر عن مين عايش احسن من مين، انا لما حد بيقول لي ب 12 ونص انا مش بستغرب. ليه؟ لان انا عارف ان المتر بيجي ب6، الخامه الغطا بياخد متر ونص بياخد 3 جنيه مصنعيه فيوقف عليها ب 11 جنيه بيبيع ب 12 ونص فكسبان في جنيه ونص. فانت لو انت فاهم هتبقى عارف هو الفلوس دي بيقلل في الاسعار لكنها ادز صرفها ولا هو فعلا سهل يجيب بالسعر دوت. طب وهل نفس اللي بيعمل كده يبقى طويل في السوق؟ يعني اللي بياخد هامش ربح بسيط ده نفسه بيطير في السوق؟ انا راجل بخرج كل يوم 2000 قطعه وبكسب في القطعه جنيه فبكسب 2000 جنيه. انت بتكسب 500 جنيه في قطعه في اليوم قطعتين بتكسب 1000 جنيه بكسب اكتر منك اصلا. فهي مش يعني الموضوع نسبي لكن ملوش علاقه بمين. انا راجل كاخلاقيات بزنس تمام وباكل حلال تمام، ما عندي حاجه حلو نافس. فانا بقى بس انت اصلا بترجح منافسه السعر، يعني شايف انها فاكتور مهم وعامل مهم في المنافسه؟ الديبندز. ما انت دلوقتي اصلا انت شاطر في ان انت تعمل كميات وتبيع باسعار قليله، وواحد تاني مش شاطر في ده بس بيقعد جنب المصنع يطلع قطعه ملهاش حل وبيكسب فيها كويس جدا. هو ربنا ادى ده وده ليه عميل. في عميل انت ممكن تديله تيشيرت سبان ب 1200 جنيه ما تعرفش تديله تيشيرت قطن ب 300 جنيه
هي مش ملهاش ميجرز، يعني مش بتاعتك بقى. هو انت بتعمل اللي عليك، انت شاطر في دي، بتخش في الموضوع دوت، بتشوف المنافسين معاك في الحته دي ايه، ولازم تحترم المنافس بتاعك. حلو. لازم تحترم المنافس بتاعك. ليه بتاكد عليها بالشكل انت دلوقتي داخل بتبيع مثلا ساعه رياضيه مثلا. الساعه الرياضيه ديت مثلا في التوكيل او بره، او اللي بياخدوا من التوكيل بيبيع 1200 جنيه، انت بيبيع 1200 جنيه. هتعمل هي تقدر بقى انت تاخد كميات وتاخد خصم. في عميل بيبيع الباندلز، في ناس غاويه باندلز اللي هو ايه 3 ب 500 اللي هي مجموعات مع بعض. تاخد اكتر من منتج بسعر واحد. بس في ناس كتير بيعملوا كده مثلا في الكوزماتكس مثلا، بتلاقيه بيبيع الباكج دي مثلا بقد كده، فانت هتخش معاه هتبيع نفس الحاجه ديت من نفس التوكيل ده بالحاجه دي. البيانات كلها عارفه ان المنتج ده بالسعر دوت بالطريقه ديت، هتكمبيت معاه، هتبدا بقى تعمل كرييتيف تجذب بيه العميل، وتعمل هتبيع بسعره المفروض لحد ما تبقى براند. طيب يعني انا دلوقتي مش عارف ادخل ازاي السوق، مش عارف اشتغل ازاي، وما عنديش افكار، فهل ينفع اخد نموذج قدامي واشتغل بنفس الطريقه بتاعته، سواء بقى بطريقه التصوير بتاعته او طريقه الشغل بتاعته على المنصات التواصل الاجتماعي؟ بص، في طريقه اسمها كوبي ذن انوفيت. انت دلوقتي بتنسخ وبعد كده بتبتكر. مصر ايه، العالم كله فيسبوك يعني نسخ وبعد كده طور من نفسه. جوجل نسخت طورت من نفسها. جوجل كان في قبلها اسك، وكان في قبلها محركات بحث تنين، يعني حاجه جامده جدا. وهي دلوقتي جوجل هي كملت. انا في منتجات كتير جدا 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 دخلت فيها، عندي منافس عملت نفس اللي هو بيصور بالتليفون صورت زيه، كتب بالتليفون كونتنت كتبت زيه، عملت زيه. يعني مش بحب اقول كده، بس في ناس منهم وقفوا شغل اصلا وانا كملت. حلو قوي. وانا ما حرقتش، هو بس ايه، هو بيبيع ب 100 بس انا مكمل. انا الدنيا نايمه شغال، الدنيا قايمه شغال، في رواج شغال، ما فيش رواج شغال. الشتاء دخل بعمل كريتيف للشتاء، الصيف دخل بعمل كريتيف للصيف. يعني الميديا بتتغير بالسيزون. انت بتشوف بقى العميل تقدر تخش له منين، بتخش له. في عميل انت ممكن تحط له اصلا كونتنت نقطه والصوره خليته عامل اوردر. يعني الموضوع ايه، مش لازم تبقى بتكتب كونتنت خارق. يعني في ناس بتطلع تعمل ستوري تيلينج، يعني يخليك حاجات عاديه جدا انت اصلا ممكن تبقى اصلا مش مبسوط منها، وممكن توصل لمرحله الاشمئزاز، وفي عميل تاني بيشتري. طب انت رايك صحيح ايه في موضوع الستوري تيلينج والترند اللي بقى موجود دلوقتي، ان معظم البراندات بقت بتبدا بياخدوا الناس معاهم في الرحله بتاعت ان هو بيشتري القماش وبيصنع او بيشتري ايا كان بقى الماده الخام اللي هيشتغل فيها في المنتج، يعني وطريقه التصنيع وكل حاجه. في ناس بتقول ده كده سر الشغل انا بطلعه، يعني انا كده بعرف ناس تفاصيل المشروع بتاعي فكل الناس هتعمله. ومع ذلك في ناس بتعمل ده وناجحين جدا، والناس مبسوطه جدا بالرحله اللي بيعيشوها معاهم. فرايك ايه في الموضوع ده؟ بص، مش هقدر الزمك بحاجه، انت حر، عايز تعرف الناس سر الشغل، مش عايز تعرف الناس سر الشغل المهم تشتغل. انت شايفها كده؟ شايفها انا شايف على رايك مثلا موضوع شوال النجاح دوت. يعني انت دلوقتي ايه، ما حدش، يعني انا لما هاخد 5 جنيه زياده ما باخدهمش من عندك، هو رزق من عند ربنا عز وجل. فانا دلوقتي هعمل ستوري تيلينج وهعمل، يا جماعه انا بجيب دي ب 13 جنيه وكسبت فيها 2 جنيه براحتك. وفي واحد تاني هي مش جايه معاه، ولا ده يلزم ده بده، ولا ده يلزم دوت بانه يعمل دوت. انا يا باشا انا بكسب، انا ببيع كده، انا بكسب كده، وفي واحد تاني بيكسب كده. يعني كنا في مؤتمر قريب، مؤتمر كان بره مصر، ومؤتمر يعني حاجه بنت لذينه ما شاء الله، ورحنا ودفعنا ارقام واجرنا عربيات بفلوس، وقصه كانت موضوع وفي الاخر تحس ان انت اشتريت الفنكوش، ما انت ما استفدتش اي حاجه. معقوله؟ بعلي ولا ما بعليش؟ دفعت ولا ما دفعتش؟ اشتريت ولا ما اشتريتش؟ بالظبط. رحت ولا ما رحتش؟ اجرت ولا ما اجرتش؟ عمل بقى ستوري تيلينج، عمل قرد، قعد ساكت وانت رحت. هو انت اشتريت ولا ما اشتريتش؟ اقنعك فاشتريت المنتج وخلصنا. هي دي. انت بقى انت كحد بتاع سيلز محتاج تبيع. طبعا هنبيع فاليو، والحته بتاع يعني الحته بتاعت يعني هتشتغل ايثيكلي، هتشتغل باخلاقيات محترمه اكيد. لكن في القفله كسوق وكبزنس انت بعت ولا ما بعتش؟ البيع تم. انت عملت ستوري تيلينج ورحت للزبون للعميل البيت قلت له بص انا جايب دي من عند ابراهيم وده رقمه، وجايب دي من عند محمد وده رقمه ومش عارف ايه، وفي الاخر عمل حاجه في وشك، نجحت؟ ملوش لازمه. حلو. وانت وانا واحد تاني قمت ماسكها حادفها في هليكوبتر والعميل طلع جابها ودفع الفلوس. مين باع؟ انا بعت. اللي قدر يقنع اللي بس هي دي الفكره. فانت ايه از سيلز، في ناس شغاله قوي بتقول لك انا عايز العميل يعرف عني. أيوه. براحتك. كان دلوقتي بتكلم عن ايه، على السيلز. في واحد بيقول لك انا عايز العميل يبقى عندي كونسيدريشن في الزوم بتاعت عايز اول ما يتقال اسمي يتقال فلان، ومش عايز اكسب. براحتك. في واحد يقول لك يا باشا انا عايز ابيع، اعمل قرد،
انا ابيع، ما يهموش البراندنج على قد ما يهمه انا عايز ارقام. ما هو انا مش فاهم ايه المشكله انه براند وهدفه البيع. انا مش فاهم يعني انت دلوقتي بتخش براند هو هدفه يبيع. في ناس بتقول انه لا انا عايز براندنج، عايز يعني الناس تعرف عني وتسمع عني، والناس كلها ان انا ابيع في الاول. كتير جدا بيطلع يقول لك انا عندي تيشيرت ب 100 جنيه بتروح عنده وانت بالنسبه لك ده اسمه براند. هو فين البراندنج في كده؟ احنا دلوقتي في تصور معين ان براندنج دي يعني ايمج معين، يعني خيال معين. ما الراجل قال لك التيشيرت ب5 ورحت ودفعته ويقول لك مين بتاع السعر في التيشيرت في مصر، قال لك فلان. ده مش براند كده، الشخص ده كده مش براند. بس كده. فانت في القفله انت بعت ولا ما بعتش؟ صح. طالما انت نازل تتكسب، هدفك انك تبيع ترجع بجنيه. عندك بقى بايب لاين معينه ومحتاج ان انت تكسب كمان 6 شهور، براحتك، بس ادفع ثمن ده. ما تجيش كل بقى اشاره احنا ما كسبناش ليه؟ احنا البايب لاين اصلا فيها ان احنا هنبريك ايفن اصلا ايه كمان 6 شهور. كل شهر اللي بعده يا جماعه احنا ما كسبناش. ما انت اصلا مش متارجت انك تكسب بس. وما تجيش بقى تتارجت انك ان انت راجل بتاع سيلز وراجل المفروض تكسب فروم داي 1 وتبدا تشتغل وتاني يوم ما تكسبش يقول لك يا انا بعمل اويرنس. لا انت بتكسب. دي ما جابتش شوف غيرها، دي ما جابتش شوف غيرها، دي ما جابتش شوف غيرها. بس فانت تارجت ايه وابدا اكتب الحاجات دي بالسكيدجولينج بتاعها، وابدا شوف بقى ان اخر الشهر عملت كذا، كمان اسبوع يوم الخميس عملت كذا، كمان 15 يوم عملت كذا، اخر الشهر حققت اللي انا عايزه ولا لا، اغير الطريقه ولا لا. بس طيب احنا عايزين نروح للحته المهمه جدا واللي بتشغل الناس كلها، حته الميديا باينج، وازاي اختار الشخص المناسب اللي يقدر يساعدني في الحاجه دي. انا يعني شفت بعيني ناس كتيره جدا جدا قادر ان هو يحدد المنتج اللي يشتغل عليه وقادر يوصل للمنتج، والميديا ما فيش مشكله عنده فيها، بس عنده مشكله ازاي يقيم الشخص اللي جاي يدير له حته الاعلانات. وللاسف يعني المجال شويه صعب وشويه الاختيارات فيه محدوده، الناس اللي هي كواليفايد قوي. فادينا معايير نقدر ان احنا نختار بيها الشخص المناسب اللي يقدر يضيف لي في حته الاعلانات وان هو يساعدني في الحته دي. عندنا 3 حاجات هتكلم فيهم في الموضوع دوت. اول حاجه ان الشخص نفسه اللي هو عايز ميديا باير ما كلفش نفسه ياخد كورس، في كورس ب 500 جنيه على فكره، انه يعرف بس الحته اللي هي الايه حاجه عن كل حاجه، بحيث لما يجيب حد يشغله او يساعده او يوظفه يعرف يطلب منه. انت من انصار ده انه لازم يتعلم في كورسات فري، في حاجات فري ده الفيديو بيكون ساعه. انت ساعه هتوفر بيها عمر في حياتك. فانت بتقعد، انا دلوقتي انا از ميديا باير هعمل ايه؟ انا هعين. انت لو كتبت، انا لو دخلت على شات جي بي تي وقلت انا هعين ميديا باير وانا امكانياته 1 2 3 4، اطلب منه ايه؟ هيقول لك اطلب 1 2 3 4، خد الرقم ده اديهوله. تاني حاجه ان عندنا مشكله ان اغلب سوق الديجيتال في مصر بيبالغوا شويه، زي ما كلنا عارفين. بمعنى في السعر يعني بيبالغوا شويه في الكلام اللي بيقولوه. فيقول لك انا مثلا جبت رساله، مثلا لو حد شغال مثلا اعلانات رسائل، جبت رساله ب 2 جنيه، هي بعت بكام؟ لا ما بعتش، بس الرساله جامده جدا. ايوه انا كسبت ايه؟ لا انت ما كسبتش، بس انا جبت لك رساله ب 2 جنيه. وممكن تبقى هو كويس وجاب لك رساله كويس وانت اصلا ما عادش حد يرد على الصفحه. فانت يعني هو عامل اللي عليه وانت عملت اللي عليك، جبت المنتج وما كلفتش خاطرك ان انت مثلا عندك السايكل بتاعت الاوبريشن مش كامله بايظه. انت عندك مثلا الموظفه اللي شغاله معاك، الموظف اللي شغال معاك 8 ساعات مثلا من 9 ل 5 او من 9 ل 6 او كده او 8 ل 6، فانت الوقت دوت ما يجيش الرسائل كلها بتيجي من 6 ل 8 تاني يوم. فانت ايه؟ عشان خاطر عايز توفر 3 4000 جنيه بتاعت الناس اللي بتمسك شيفتات ديت، العميل بيخش يقول لك مثلا بيستفسر عن حاجه. طبعا يعني مش بنتكلم عن الكونفرجن والحته بتاعت الايه الادز اللي هي بتاعت الويب سايتس والحاجات دي، بنتكلم على ايه؟ على الشغل البلدي خالص اللي هو بتاع رسائل عادي صفحه والدنيا اللي هي طريقتها سهله حتى في ان انت تكريت كامبين، ان انت كحد عادي خالص بتشتغل شغل ميديا باير يعني. ثالث حاجه بقى، انت لو دخلت في اي صناعه على جروب الميديا بايرز او على الحتت اللي فيها الناس الطيبه ديت، قلت يا جماعه المتوسط بتاع بيع التيشيرتات في مصر العميل بيكلفني كام؟ حلوه دي. هتلاقي كميه ناس تقول لك 40 جنيه 60 جنيه 80 جنيه 100 جنيه. جمع دول، رد عليك 100 واحد وانت جمعت 100 رد، خد ال 100 رد يقسمهم على 100 واحد يطلع لك مثلا 57 جنيه. حلو قوي. تعين موظف تقول له انا عايز اعمل اعلانات والاوردر ما يكلفنيش اكتر من 57 جنيه. مهمه قوي اللي انت عايزه بقى خده، عايز 100,000 في الشهر خده، بس الاوردر ما يكلفنيش اكتر من ايه؟ من 57 جنيه. عندي كانسل ريت مثلا 20%، يبقى انا مثلا هطلع شويه ل 50 جنيه ل 47 جنيه، بحيث بعد الكانسل ريت بتاع الاوردرات يبقى انا معايا الرقم ما عداش 57 جنيه. وانا حاطط هامش ربح 100 جنيه، انا كسبان 30 جنيه في القطعه. حاطط هامش ربح 120 جنيه وعندي 20 جنيه بتخرج للاوبريشن او الموظفين وانت تاخد ال 57 جنيه. فانت هات لي اصرف 100,000 جنيه في اليوم
بس العميل ما يكلفنيش اكتر من ايه. فانت كل اي ريفرنس في الدنيا تعرف دلوقتي بسهوله جدا وانت ماسك تليفون كحيت، يعني تليفون ب 12 جنيه يا جماعه، اي هتكتب بس جروب كذا ممكن هتلاقي كوميونيتيز كتير جدا 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 على كذا بلاتفورم، اقربهم من فيسبوك زي ما احنا في مصر كده. يا جماعه انا هعين في كذا وعايز اعرف متوسط تكلفه العميل عليا في الصناعه دي كام، من غير ميديا باينج. انت في العقارات يا جماعه انا هشتغل في العقارات، العميل بيجي بعد كام مكالمه. انا داخل مثلا ببيع جمله وبلف على المحلات بسال مثلا الناس اللي بتوزع جمله، العميل بيجي بعد كام زياره، بعد ما ازور كام محل واحد يوافق. ما انت في واحد ينزل يا جماعه انا معايا المنتج ده قد كده، شكرا 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 شكرا، بعد 4-5 محلات يقول لك ده الناس دي ما فيهاش الخير. لا انت اصلا 5% ده الكونفرجن ريت بتاع سوق الجمله. انت بتخش 100 محل، خمس محلات، 5 محلات او 3 محلات فيهم 2 بيقول لك اعمل، بيطلب الاوردر وبعد ما تروح له اصلا ما بياخدش الاوردر. فيهم 2 بتروح له والله حصل يعني في مره، وكان يوم صعب جدا، كان يوم ده شمس جدا، وعميل رحت له طبعا بلف، قال لي انا عايز من الكفر ده كذا، من الستاره دي كذا، من كذا كذا، وانت مجمع الشغل عامله له مخصوص. ورحت له السلام عليكم. وعليكم السلام، انا فلان. قال لي فلان مين؟ قلت له يا عم ده انا كنت لسه الاسبوع اللي فات عند حضرتك وبتاع والحاجه غاليه يعني. ساعتها انا كنت بعمل حاجات بقى من خامات، يعني كنت بعمل كفرات غساله من جلد تعبان، جلد صناعي بس شكل جلد تعبان، وجلد كروكودايل اللي هو جلد تمساح، في حاجات بقى تكلفتها 120 جنيه و150 جنيه وحاجات كده. فانت الدسته منها بالنسبه لي مرتب شهر. فيا عم انت بتهزر. كان عند جنينه مول تقريبا الراجل ده، الله يسامحه يعني. فالمهم ايه الفاتوره بكام مش فاكر بالرقم، المهم لقيته قاعد على الكرسي وقام راجع لورا كده وقام مطلع 500 جنيه قاعد يبل لهم فاهم ويعد فيهم، وقام جاي ايه لمهم لي على المكتب وقال لي ايه، وقال لي ماشي عدى علينا الاسبوع الجاي. قلت له انا بشتغل كاش بس انا مش معايا فلوس اشتغل اجل. فانا جيت لحضرتك قلت لك، حتى حضرتك قلت لي عايز دسته ودسته ودسته، قلت لك كاش، قلت له خلاص هات لي ايه نص دسته من دوت ودسته من ده وكده. فانا عملت حساب على كده. قال لي هات الفلوس دي لم الشغل ده وامشي، كله معمول مخصوص. اللي اقصد ان انت في الخمسه اللي الحاجات دي بقى ما بتعطلش يعني. في ناس كده نفسيتها بتقفل من الشغل، نفسيتك هتقفل اسبوعين وربنا يبعت لك ياخد 120 ب 300 جنيه ما شاء الله. ربنا ربنا بيكبر خاطر اللي بيسعى طبعا. مفيش حد بيعمل اللي عليه وبينام يعني كده. الخبطات دي ما توقفش. احنا في مره قعد عندنا، كان عندنا في الجلد في خامه كده اللي هي بتاعت بيعملوا منها كفرات الكراسي العربيات بس اللي هي الرخيصه، كان زمان جدا. فالمهم كان المتر ساعتها ب 9 جنيه ب 11 جنيه في الحته دي، فاحنا كنا بنبيعه مثلا ب 12 ب 13 كده. فالمهم كان في لون احمر كده مش راضي يشتغل ما بيتباعش، والناس تيجي تاخد توريدات وتاخد شغل واللون ده قاعد فاهم، تحس ان كل يوم الصبح عم عبده خلاص سلام عليه الصبح. بضاعه خلاص. قعدنا كام سنه حصل الحته بتاعت 2008 وجع القلب وبتاعه، وبعنا المتر ب 35 جنيه. يعني انت لو كان عندك ذهب ما كانش هيزيد، مش هيكسب 5 اضعاف ما شاء الله. في ساعتها ما كانتش الحاجه بتزيد 5 اضعاف زي دلوقتي او 3 اضعاف او ضعفين. البضاعه عموما عامله زي الضيف، هي دي التجاره، عارفه رايحه فين. بس انت محتاج ان انت تصبر وما تبقاش برضو ايه شجلوف، يعني ما تبقاش ان انت بتروح تختار حاجه وخلاص عشان خاطر سعرها قليل. لا انت العميل بيشتري انهي منتج بيشتري ده، فانت نزلت اللي العميل عايزه، نزلت اشتريت اللي العميل عايزه، ضربت في وشك بقى وانت عامل اللي عليك خلاص صباح الفل، شوف اللي بعده بقى اكنك خسرتهم. انت اصلا لو اتخبطت بتصرف ايه؟ بتصرف اكس يعني. فانت ايه دخلت شغلانه وضربت في وشك الحمد لله خسرتهم. والله ساعات اعمل اوردر لعميل ومعاه 500 مثلا كولر باج، فهم عاملهم له وبتاع واجي اديهم له الاقيه متعثر وهو هيستلم ويعذبني، يعني اخدهم وابيعهم بطريقتي وهم جاي حاططهم على في المخزن. ايه خسرتهم اكني كنت ماشي بعربيه وحصل حاجه وصرفتهم وخلاص. بيجي بعدها اقسم بالله حد مثلا بقى كل فتره بيجي لك كم عميل كده جمله بس حلوين، فبيخش عندك المخزن، عندك قد ايه من دي 500 هاتهم، انت شايف ايه مين اللي بعته؟ هو مش جاي من نفسه طبعا. هو انت ساعتها كانت نيتك خير طبعا. وساعتها انت سعيد وساعتها انت فربنا بيكبر بخاطرك، ومش مر عليك ان انت ربنا يكبر بخاطرك، ومش مر عليك ان انت تفرح لما ربنا يكبر بخاطرك ان انت تفرح، بس واجب عليك ان لما ربنا يكبر بخاطرك انك اذا في حال مع الله عز وجل بشكل معين وجي فتح في حته معينه انك تكمل الحال ده صح. انك تشكر النعمه دي صح. انك هنا هتبقى مبسوط اكتر حلو. هتلاقي قلبك ليه حال كده مع الله عز وجل احلى بكتير قوي. طول ما انت ربنا عز وجل بيديك نعمه تشكرها، يديك نعمه تشكرها، هتلاقي نفسك عايش في وضع ظريف جدا الحمد لله. بس طيب عايزين بس يعني نقطه مهمه جدا،
التقييم بتاع الوقت للميديا باير او للشخص اللي جاي يشتغل لي بعد ما خلاص انا اخترت الشخص المناسب وعرفت احاسبه ازاي ونشتغل ونعمل الديل مع بعض ازاي. انا امتى اقول عليه فشل؟ يعني امتى الشخص ده هل اصبر عليه اسبوع، شهر، شهرين، 3 شهور؟ ايه الوقت المناسب اللي انا اقدر اقيم فيه الشخص ده انه قدر يساعدني ولا مش هيقدر يساعدني واجزم بكده وابدا ادور على بديل؟ بص يا صديقي، في حاجتين. في حاجات بتبيع تاني يوم، هو الكوتش اترفع بكام بعد كذا، هات واحد خلص الفيلم. وخصوصا في السيزونال ايه برودكتس، يعني في منتج هو انا ببيع شنط مدارس، منتج موسمي وشنط مدارس والناس بتاع وانا عندي صفحه عليها ترافيك كويس، فما يجيش واحد يقول لي انا ببيع لك كام 6 شهور، ما نهزرش بقى. ايوه. بس وفي واحد تاني بقى بيبيع عقارات، فهو اصلا محتاج الناس تعرف هو مين، وهو فعلا هيجيب لي العقار بالسعر المناسب ولا لا. فانا بصرف يعني في الليد في العقارات ممكن يوصل ل 5000 جنيه البروبرتي الواحده، العقار الواحد. معقوله؟ وفي منتج، المنتج لو الباندل لو كلفني 30 جنيه انا لبست في الحيط. يعني الباندلز اللي هي التيشيرتات اللي هي مثلا 3500 هو العميل بيكلف 30 40 جنيه. مع الصناعه كلها بتقول كده، انت مش هتخترع. فهو انت جربتها ما ظبطتش معاك، ما تجرب، ما تكملش اكتر من كده انا هخسر. وانا يعني كسبان في الباندل اصلا 100 جنيه، ممكن في اسبوع احكم عليه 3 ايام. 3 ايام انت دلوقتي يبقى انا كده محتاج اختار ميديا باير او حد يعني المختص اللي هيشتغل على السوشيال ميديا عندي يكون اشتغل في المجال بتاعي قبل كده. نقدر نقول كده؟ ممكن تقول كده. وممكن تقول له انت اشتغلت ما اشتغلتش، احنا هنعمل كي بي ايز معينه. يعني انا عامل جدول ظريف كده، في ناس بتزعل منه بس يعني سامحوني يا جماعه بقى. يعني يعني مثلا انت راجل ميديا باير، المتوسط بتاع الناس الطيبه دي بياخد كام في الشهر؟ 15,000. تقدر تصرف كام في اليوم؟ اصرف 100,000. لا، اصرف لي 10,000. صرف لي 10,000 في اليوم وخد مرتب 15,000 واديني العميل ما يكلفنيش اكتر من 40 جنيه 50 جنيه 60 جنيه. وصلت 61 ال 15,000 بقوا 12,000. العميل كلفني 71 جنيه ال 12,000 بقوا 9,000. العميل كلفني 91 جنيه ال 9,000 بقوا 6,000. العميل كلفني 100 جنيه ال 6,000 بقوا 3,000. العميل كلفني اكتر من 100 جنيه مش هاخد حاجه. حلو. ليه؟ لان صنعه الميديا باينج اصلا قايمه على الفولو اب مش على الكريشن. كل الناس يعني ايه بتعمل بوتون كليكرز شاطرين، كلنا هندوس هنا نعمل هنا كامبين. المتابعه هي الاهم، الفولو اب مهم جدا. حلو يعني انا دلوقتي بحاول اتفق مع ناس، باشا انت شغلتك انك تقعد تشغل جوجل اناليتكس، وطبعا يا رب بس هي خلاص فاضل لها 10 ايام وتوقف او 7 ايام، وفي حاجات تانية يعني ان شاء الله نقولها في حلقات جايه باذن الله. لكن انت بتبقى فاتح شاشه ايه، عندك ترافيك قد ايه على الويب سايت او بتاع، او لو شغال يعني المهم هتشوف هتعمل ايه. وعندك صفحه الداش بتاعت الادز، باشا حط 250,000 جنيه في اليوم، حط نص مليون جنيه في اليوم. اهم حاجه العميل ما كلفنيش اكتر من ايه، او ما يحس ان الكامبين بدات تضرب في وشك يا باشا رجعها تاني. فالحته بتاعت الميديا باينج دي تريكي في حته المتابعه. رخر يجي لي ميديا باير يقول لي انا ماسك مثلا 20 اكونت. يا ابني انا لو اديتك اكونتين بس هتشرق مني. 20 اكونت ازاي؟ أيوه. انت ما بتعرفش اصلا تتابع 2 داشبورد صح، تصرف لي 42,000 جنيه في اليوم تقعد يعني انا لو لقيت الميديا باير اللي جاي يشتغل معايا عنده اكونتات كتيره وشغال في حاجات كتيره جدا وهو لوحده، يبقى كده ده مش حد مناسب ان انا دلوقتي بقى لوحده مع حد. انا ليا كي بي ايز اشتغل عليها انا، وهبقى متابع الحملات بتاعته. لو انا ما عنديش حد دايركتور عليهم، انا مثلا عندي 5 ميديا بايرز وعندي مثلا حد بيديرهم، فحد متابع الداشبورد بتاعتهم. اول ما تبدا تضرب من فلان يا باشا انت مش متابع ليه؟ هتتابع توقف الحملات. حلو قوي. بس طبعا لازم يقول بايد. ايوه. يعني بيجي يقول لي مثلا انا عايز اقبض 45,000 في الشهر، خلاص انا 45,000 في الشهر دي هتناسبني لو انت صرفت 30,000 في اليوم على عميل مكلفني 60 جنيه بالكانسل ريت على 80 جنيه وانا كسبان في المنتج 150 جنيه وانت والاوبريشن هيكلفني مثلا 30 جنيه على المنتج، انا كسبان كده 20 جنيه. لو خرجت بتوردر في اليوم طلع لي 2000 جنيه، ده انا جميل. حلو قوي. انطلق بس كده. بس 45,000 جنيه قليلين كمرتب على حد في كليه؟ لا طبعا خد يا رقم جيد جدا، بس هتصرف 30,000 جنيه في اليوم وتجيب لي عميل برقم معين. صح. انا هنا مثلا ما كانتش براندنج، ما كانتش اويرنس، ما كانتش كونسيدريشن، بيع بس يا باشا انا جايبك انا منجد يا باشا حبني انا عايز ابيع بس. عايز تتكلم في حته ثانيه اتكلم، عايز تحط نفسك في الزون دي حط، بس حاول تقرا فيها شويه، رص دماغك فيها شويه بحيث لما حد يجي يشتغل معاك تعرف تطلب منه. هو انت دلوقتي ينفع تجيب اي حد تقول له انا عايز ابني بيت كده؟ لا طبعا. انت هترمي سون. بتجيب مهندس فاهم يطلع، وبرضه المهندس الفاهم دوت يا جماعه عامل المهندس ازاي؟ ما دي زيها. اصل هو الناس بتستكتر ان هي تقعد الساعه دي او الساعتين دول وما عندوش مشكله يخسر 10-20,000 جنيه. اصلا ساعته مش ب 20,000 جنيه، ده ساعته لو ب 300 جنيه مش هيقعد معانا. فيعني ايه صح. انت محتاج ان انت
تدي نفسك ده وتدي نفسك كل يوم تقرا تقاريرك. كل يوم لازم تقعد تقرا التقارير. عندك ساعه، لازم انا يكون عندي فيدباك عن الموضوع نفسه اللي انا هعمل له ديليجيشن لحد تاني. يعني انا فوضت حد يشتغل ميديا باينج، لازم انا اكون فاهم فيها شويه. انت ممكن تبقى شغوف مش فاهم حاجه، بس انت كل يوم، انت النهارده قرات التقارير ما فهمتش حاجه، بتجيب تقول له دي معناها ايه، معناها كذا. تاني يوم قرات فهمت حاجه واحده، تاني حاجه هي معناها ايه. بس وانت شاطر قوي تصرف، ما تصرف هنا برضه صح. تصرف يعني انت مش لازم تصرف ايه زي ما يعني. وفي يعني برضه عايزين نتكلم للناس الطيبه اللي هم ربنا ييسر الامور، ربنا ييسر حال الناس كلها. اصرف هنا برضه، اصرف عشان قلبك يبقى راضي. صح. يعني انت بفلوسك هتشتري سعاده، هتشتري انبساط، هتنزل هتروق على حالك، لكن مش هتشتري رضا، مش هتشتري حال مع الله عز وجل. صح. مش هتشتري عارف انت بيكون في سكينه كده معينه ما بتجيش بسهوله، وما بتجيش غير بالطاعه، وما بتجيش غير بان انت انسان محترم مجتمعيا. صح. بس بتحرمها، بتبقى عارف ليه. ايوه. بتحاول تصلحها تاني. فانت كحد ربنا وسع عليه في الحته دي، وربنا استعملك في الباب ده، اشكر في الباب ده عشان خاطر يستقر، تنام مزاجك حلو. طيب احنا يعني حابين بقى نخش في حته الاوبريشن بتاعه الاي كوميرس او البيزنس موديل بتاع الاونلاين بيزنس. ازاي ادير الموضوع؟ يعني انا دلوقتي الموضوع ليه حاجات كتير وعوامل كتير، تصنيع وميديا باينج، يعني حد بيعمل اعلانات للفيسبوك مثلا او للمنصات التواصل، وحاجات هشتريها جمله، شركه شحن. يعني ادير الموضوع ازاي، انظمه ازاي، وخصوصا لو انا لسه بادئ؟ بص احنا عندنا 4 افراد لازم يكونوا موجودين. انت ممكن تبقى ال4 دول، بس الاربع مسميات وظيفيه ديت لازم انت تكون تكون يا بتعملهم يا معين حد ليهم، حتى لو الشخص ده ممكن يجي ساعه واحده في اليوم. انت عندك واحد، لو انت عندك سيستم هو اللي بيدخل، او هو اللي بيستلم، او هو اللي بيرصد، او هو اللي بيظبط امور المخزن، او هنسميه حد شاطر في الكمبيوتر، ملوش مسمى وظيفه، هو شاطر في الكمبيوتر. حلو. لان الموضوع لو مش منظم من البدايه انت هتتفسح. يعني محتاج ان انت تبقى منظم دنيتك، عشان خاطر لما يبقى تحصل اي دروب في اي وقت الريفرنس بتاعك يكون جاهز، وتعرف انت المشكله فين. تاني واحد اللي هو بيجهز الاوردرات اللي بتاع الشاطر في الكمبيوتر ده عملها. في واحد بقى هيقف يطلع المنتج از باكينج بشكل كويس، يعني بيطلع المنتج شكله كويس، اذا في معطر محتاج له تحطه، اذا في كرتونه محتاجه للمنتج محتاجه تجيبها له يعني. شوف بقى انت هتسلم شركه شحن بأنهي طريقه يعني. تالت حاجه البنت او الولد اللي بياخد المودريتور دي، كده لازم، سواء انت اللي هتعمل دوت او اللي هو العميل اللي العميل بيتواصل معاه اول حد، اذا بيقول له بكام، اذا بيقول له عايز اعمل اوردر، اذا عايز. وده مهم جدا 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 جدا. وفي ناس كتير مش بتهتم بالشخص دوت، والشخص بتاع الكونفرميشن اللي هو بيكلم العميل، حضرتك عملت اوردر؟ لان احنا لو انت مثلا بتخاطب مثلا فاشن مثلا، وبتشتغل مع الاندر ايج، فانت اصلا بعدين قهوه، فبيقوم جاي حاطط رقم صاحبه وعامل اوردر مثلا ب 10 تيشيرتات، فتقوم انت رايح مغلف ال 10 تيشيرتات ومكلم شركه الشحن، وتقوم جاي محاسب الميديا باير بتاعك على ان الاوردر وقف ب 6 جنيه وهو اصلا واقف ب 60. عملت في مؤشرات اداء كتير جدا باظت بسبب الخطوه دي، بسبب ان انت ما عملتش مكالمه بريال. فانت حضرتك طلبت اوردر بدي كذا. الموضوع ده مهم مهم مهم. نيجي بقى للحته بتاعت كل واحد يشتغل كام ساعه في اليوم. انا عندي راجل شاطر في الكمبيوتر دوت، لو هو شغله 4 ساعات، شغال 4 ساعات وحاسبه على 4 ساعات ومشيه. هو مش عبد، عايز 8 ساعات شغال 8 ساعات، عايز 12 ساعه. فهو دلوقتي انت بيجي لك في اليوم 100 اوردر، هو بيسجل 100 اوردر دول في ساعتين، وبيخرجهم من المخزن من الرف، يحطهم للراجل اللي في الباسكت للراجل في ساعتين. يبقى كده هشتغل 4 ساعات. اي وقت زياده هو هيكون فاضي فيه، يا تجيب له حاجه يتعلمها في الوقت دوت بحيث يطور من شغله، يا تمشيه عشان يبقى يشوف شغله كده. تمام. تاني واحد عندنا اللي قلنا اللي هو بيجهز الاوردرات. اللي بيجهز الاوردرات دوت هو بيقدر يجهز في اليوم 50 اوردر. لو انت مثلا عندك حاجات بتاخد مثلا بابلز وكرتون وليها اللي هي مستلزمات التغليف، هو يقدر التغليف، يجهز مثلا 50 اوردر، 100 اوردر، 200 اوردر. ما تجيبوش تقول له مثلا تكونوا مثلا انتوا 4 وكل واحد بيخرج 100 اوردر، تقول له جهز لي 400 اوردر، هيعمل اوردرات غلط. انت لو هو بيجهز 100 اوردر اديله 70. خلي دايما في اي حاجه بتعملها 20% مش بتاعتك. انا عندي 10 موظفين، فيهم واحد تيشه، فيهم 2 تيشه. الطبيعي فلان غاب، فلان عمل، فلان ده بينزل يسند مكانه. ممكن ما ينزلش بكفاءه عاليه، بس سد مكانه، مكانه. نيجي للمودريتور.
البنت المودريتور او الولد المودريتور هو ليه كباستي معينه. لو انت شغال مسجنج كحد بتاخد كولز او بتاخد رسائل، هو مثلا ليه العميل بياخد معاه مثلا دقيقتين، فهو ليه في ال8 ساعات 240 عميل. ما تجيبلوش انت بقى 300 رساله وتاخد منه اداء كويس. ايوه طبيعي جدا هيعمل. نفس الكلام مع التيم بتاع الكونفirmation اللي معاه مكالمات، هو برضو العميل بياخد منه، في عميل ما بيردش، وفي عميل بيرد ياخد 4 دقائق، وفي عميل بياخد دقيقه، المتوسط برضو دقيقتين. فالبنت او الولد اللي هيعمل مكالمات للعملاء بتاع الكونفirmation، لو انت بيجي لك في اليوم 500 اوردر لازم تجيب بنتين. هي البنت تعمل 240 اوردر، لو ريحت نص ساعه تعمل 210 اوردر. فانت ما تطلبش من البنت ديت ان هي تعمل 500 اوردر تعمل كونفirmation ليهم، لازم تقوم عامله سيلكت على 100 منهم ضن، يخرجوا بقى يرجعوا يضربوا في وشك براحتك. انت في الاول اصلا حطيت مؤشر اداء ظالم، فانت كبزنس اونر لازم تحط مؤشر اداء عادل عشان تعرف تحاسب، تعرف تخصم من اللي عمل، تعرف تكافئ اللي عمل يعني شغله على اكمل وجه. فمساله الكي بي ايز بتاعت الناس اللي هم شغلهم مش ميديا بايرز بقى، مش ميديا باير بقى، ومش الحته ديت، لا بتديله برضه مؤشرات اداء بالعقل. حط، مش لازم تبقى الموضوع مش لازم يكون يعني بيرفكت بنسبه 100%. حط مؤشر اداء، العميل بياخد مني 3 دقائق 5 دقائق دقيقتين متوسطه يعني سؤن. حلو قوي. بس اهميه الجزء بتاع الكونفirmation، انت قلت لي في حته في الاوبريشن اسمها كونفirmation كول ولازم تعملها، ودي مهمه جدا. طب ما هو العميل طالب الاوردر اصلا، ليه انا اكلمه تاني؟ يعني ليه اتواصل معاه تاني؟ انت ايش عرفك ان العميل ده مش بيهرج؟ العميل دوت كان عنده لحظه تجلي، قال لك انا محتاج الاوردر دلوقتي وخلاص ما بقاش محتاجه. العميل دوت كان خارج مثلا، هو طالب الاوردر فاكره هيجي له بكره، وانت كلمت له قلت له هيوصل لك كمان 3 ايام وهو مسافر بكره، فانت ما وديتلوش. في ممكن تلاقي عند العميل اكسكيوزز كتير جدا ممكن يقولها لك منطقيه، بس هو خلاص هو النتيجه بتاعتها ان هو مش هيستلم الاوردر دوت. ومهم جدا في التيم بتاعك، اذا انت حتى لو انت اللي بتعمل اغلب الحاجات، ان انت يكون عندك فولو اب على كل حاجه بتحصل. أيوة. عندك حد اللي هو بيجهز اوردرات، عندك حد باخر لما يخلص بيتشيك بيخرج 10 اوردرات 5 اوردرات بشكل عشوائي ويشوف هم معمولين صح ولا لا. الحد اللي سجل الحاجات على السيستم، البنت اللي هي المودريتور او الولد اللي بيرد على العملاء، لازم حد بيخش كل يوم نص ساعه يختار كام رساله عشوائيين ويشوف بيرد على العميل كويس ولا لا، بيرحب بالعميل ولا لا، بيقفل مع العميل كويس ولا لا، بتعمل مكالمات للعملاء ل5 عملاء من ال 100 عميل اللي كلموك النهارده اللي احنا عملنا لهم كونفirmation كل النهارده. حضرتك احنا تواصلنا معاك النهارده وحكينا حاجه الاوردر، المكالمه كان فيها مشكله، ممكن نحسن من نفسنا بشكل معين، ممكن نعالج حاجه كمقترح، ممكن. مهم بقى في حته بقى دي مهمه للناس اللي هم يعني بيشتغلوا افتر سيل سيرفيسز، او الحته اللي هي خدمه ما بعد البيع. يكلم العميل بعد ما يستلم الاوردر يقول له ايه الاخبار، في مشكله؟ معقول دي مهمه؟ هي ديت ساعات في الاول بتخليك تخسر فلوس، لان انت في عميل ما بيشتكيش، بس وانس ان انت اتصلت بيه قال لك المنتج مش عاجبني، انا عندي مشكله 1 2 3، فانت اعتذرت له وعملت له ريفند، او قال لك ممكن تقول له مثلا لو في عندك حد في الاسره ممكن يستخدمه واديك مثلا خصم 50% بدل ما ارجع وادفع مرتجع الحته ديت، وخلاص العميل دوت راضي او غاضب اشتغل تاني او لا. انت عرفت اصلا انت عندك مشكله. انت ممكن تكون بتبيع تيشيرت كم قصير نص سنتي، ودي تساوي عندك كتير جدا. انت خلاص انت عملت مثلا 200 قطعه والمره الجايه 1000، فانت صح. عندك كانسل ريت 5%، 10%. العميل اللي ما عجبوش ان كم قصير النص سنتي او سنتي دوت، وقال لك والله مش عاجبني رجعه. وفي عميل ما اشتكاش خده وسكت. العميل اللي انت كلمته واشتكى وقال لك المشكله اللي عنده، وانت عالجت المشكله دي في ال1000، ال10% بتاعت ال1000 قد ايه؟ 100. 5% اللي انت حليت بيهم المشكله الاولانيه من ال 200 كام؟ وفرت عليك كتير 10 جدا. قطع حلوا لك مشكله كام قطعه؟ صح. 1000 قطعه كسبوك تسليمات ناجحه لكام قطعه؟ 100 قطعه. فانت بتكسب 200 جنيه 100 جنيه في القطعه، في 100 قطعه بكام؟ كسبت 10000 جنيه عشان خاطر موظف 3000 جنيه كلم العميل والعميل قال له صح. القطعه ايه؟ وسعرها نص سنتي. فمساله الايه المكالمه اللي هي بعد استلام العميل دي مهمه جدا جدا جدا. اول 15 يوم اول 20 يوم هتضايقك ليه؟ لان انت كلمته عشان تهتم بيه، كمل اهتمام بيه، حل له مشكلته، تعمل له تخفيض، ترجع المنتج، حل له مشكلته. بس هتزعل في الاول ان يا عم انا كل ما اكلم عميل يرجع. ما هو رجع ليه؟ عشان خاطر انت ممكن تكون مثلا يعني انا كان عندي منتج ببيعه، فالشنطه فيها الصور فيها اتنين بيسموه جرار، اللي هي الجرايه ديت، وانا بطلع المنتج فيه جرايه واحده، وانا بكميات كبيره بستلم، فما برجعش يعني، في حاجات ما برجعهاش او في حاجات بتعدي مني.
العميل حضرتك ما استلمتش ليه؟ اصل المنتج جالي فيه جرايه واحده وفي الصوره فيه جرايتين. العميل اصلا نبهني ان انا بسرق في المصنع، يعني في شنطه بتاخد 3 جرايات، الجرايه الواحده بتعدي 35 جنيه، فانا بسرق اصلا. يعني انا لو بكسب في الاوردر 20 30 جنيه 100 جنيه في 35 جنيه. فالمكالمه دي المتابعه مع العميل طلعت لك مشكله في الانتاج ما بعد استلام كبيره الاوردر جدا. دي مهمه جدا. هتضايقك في الاول، هتخلي نفسيتك مش احسن حاجه، بس هترفلكت على نسب تسليماتك، وعلى اصلا انت وانس ان انت بدات تسلم اوردرات وتاخد ريفيوهات اعلى شويه في الحته اللي هي انت مبسوط بيها، صدقني انت نسبه بتفتح الشغل. يعني حتى لو جيت تعمل مثلا انت الوجبه مثلا بتعملها او التكرار بتاعك 500 قطعه، تقول له اعمل 1000، العميل مبسوط، فلو ما اشتراش السنه دي اشتري السنه الجايه. فاهم؟ بس مصعب نورتنا شرفتنا، ويعني استفدنا كتير جدا من الرحلة بتاعتك الشيقة والممتعة، واللي كانت كلها تجارب قوية جدا. والجميل في القصة بتاعتك انها بدأ من صفر، فده حاجة مهمة جدا للناس اللي لسه بتبدأ، وده اللي احنا استهدفناه. وانت هدفك الاساسي كان ان الناس تنتفع بالعلم والخبرات اللي عندك، واظن الحمد لله ده ظهر في البودكاست والحلقه بتاعتنا. طبعا نتمنى تكون ضيف عندنا مره واثنين وثلاثه عشان نستفاد ونفيد الناس باذن الله تعالى من خبراتك وتجاربك. حبيبي ربنا ما يحرمنيش منك يا رب، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا حلقات تاني وضيوف تاني مميزين باذن الله في قصه براند. استنونا، واللي جاي ان شاء الله احسن.